أخلاق الإنسانية والمحبة والحرية. المركز التعليمي لحقوق الإنسان شيل اليد الصالون الشامي، قهوة المساء، برنامج يتجاوز ما يطلبه الجمهور ويفتح النوافذ المغلقة ويخترق الجدران العازلة من أوروبا. هنا الشام، يأتيكم الجمعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا. رحنا نرسم خير طريق كي تسلكه الإنسانية. مجتمعات مدنية وعلى وقع خطى الحرية. رحنا نرسم خير طريق كي تسلكه الإنسانية. الأخوات والإخوة الكرام، أهلا وسهلا بكم في الصالون الشامي. تفتقر الساحة الكردية بشكل عام إلى مرجعية يجمع الكرد عليها، كما أن الساحة العالمية، ولا أتحدث عن الكرد فقط، الساحة العالمية تفتقر إلى مرجعية كردية إسلامية تتحدث عن القضايا المفصلية وتلتزم بالهوية وتعانق المقدس دون أن تنزل إلى مستوى مخاصمة مضامينه، كما أنها تعيش الحياة دون أن تخاصم مضامين المقدس الذي تؤمن به. وتكاد في المجموعة السورية وبحكم أمراض الحرب تنشأ أمراض لدى المجتمعات، ومنها فقدان الثقة، فلا أحد يثق بأحد، وقلة من الذين تحرروا من الجغرافيا ومن أمراض الحروب ومن الهوية البدائية، ولكن لم يجعل من انتمائه إلى المقدس سيفا يحارب به هويته الأصلية وقوميته، فهو إنسان قد تحرر من عقلية الثنائيات المتقابلة أو الثنائيات المختزلة مع أو ضد. ولذلك عندما حاولت أن أفكر في ربط الجمهور الكردي السوري بمرجعيات لها تاريخ ولها أصالة، كان في أول من تقدم إلى ذهني فضيلة الشيخ مرشد الخزنوي. هذا الشاب الألمعي، وهو ابن عائلة عرفت بأصالتها، وابن شهيد كان من الرواد الذين اقتحموا المحرمات السياسية وانفتح على الجميع فدفع دمه ضريبة لذلك. الشيخ معشوق الخزنوي رحمه الله، والد الدكتور مرشد حفظه الله. شخصيا التقيت بالشيخ مرشد أثناء زيارته أو جولته مع بعض تلامذته إلى ألمانيا، وخطب في مسجدنا المسجد الشامي. الرجل يحمل بسمة ويحمل وردة ويحمل قلبا دافئا، ويقدم الإسلام إلى الناس دون وجه عبوس. لا يشترط أن تقدسه كما لا يشترط أن تتطابق معه، لكن من المستحيل أن نقبل تلك المفرقعات التي يطلقها البعض ممن لا يحسن إلا التشهير من أجل الشهرة. وهؤلاء اليوم يجدون أن القامات العالية من الممكن أن تكون سلالم لهم يصعدوا على أكتافها لكي يحصلوا تلك الشهرة المفقودة. في الآونة الأخيرة تناول البعض الشيخ مرشد، تناوله من غير إنصاف
ومن خلال علاقتي به. وأنا رجل أميل إلى الصوفية في تربيتي، وأشعر أني أتخاطر روحيا مع بعض الأصفياء. وجدته رجلا بساما صاحب عقل منفتح. بالضرورة أنا لا أبيع عقلي ليس له ولا لغيره، ولكن أتحدث عن قناعتي به. فوجدت أن التعامل معه ووضعه لنتحدث عن من هو هذا الرجل الكردي العالمي الذي يحمل التبشير بالتجديد، والذي يخالف التعقيد والتقعيد، والذي ينطلق من انتماء إلى الإسلام واعتزاز به، ومن قومية كردية يفتخر بانتسابه لها، ومن حقيقة صوفية ومرجعية علمية منضبطة. حواري معه اليوم ليكون صدى هذا الحوار، وهو بلغة العربية، إلى من يجهل القامات الكردية، وإلى من يتجاهل من الكرد تلك القامات الكردية العالمية. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور مرشد. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، كيف حالكم يا سيدي الحبيب؟ بارك الله فيك دكتور علاء، جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة، وجزاكم الله خيرا على هذه المقدمة التي ربما لا أستحقها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن يجعلني أفضل مما تظنون. بارك الله فيك على حسن ظنك بنا، وجزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون على قد هذه المسؤولية. بارك الله فيك دكتور علاء. الله يبارك فيك. سيدي الفاضل، دعنا نعرف المشاهدين من أنت، وهذه العبارة هي للتعريف وللتوضيح، حتى يعني نبدأ رويدا نؤطر شيئا من الهوية الفكرية لك والمعاني التجديدية التي تنادي بها. من حضرتك؟ من أنت كدكتور مرشد معشوق الخزنوي؟ بارك الله فيك دكتور علاء. في البداية يعني أنا رجل مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أيضا أنا ابن بيئة إسلامية وابن عائلة صوفية أيضا، إضافة إلى أنني يعني أفتخر بفضل الله عز وجل علي على أنني طالب علم، وطلبي للعلم يحتم علي أن أعمل جاهدا من أجل خدمة ديني الذي أؤمن به، والذي أعتز به، والذي أفتخر به، والذي أشكر الله عز وجل أن جعلني مسلما ومن أبوين مسلمين. لكن في ذات الوقت أيضا أنا لدي واجب ملقى على عاتقي من خلاله يعني أعمل ومن خلاله أسعى، انطلاقا من قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأيضا من خلال قول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من خلال هذين المبدأين أنا أيضا لست ابن مجتمع ديني فقط، فأنا أعمل في حقل عالمي، فلست يعني كما هو معروف أنا ابن الجزيرة السورية، ابن القامشلي، فلا أجلس ولا أتقوقع ضمن الدائرة التي ولدت فيها، فأنا أعيش في المغترب وأنا أعمل في المغترب، وعلي واجبات تجاه ديني وتوضيح هذا الدين للناس وتبليغه والتبشير به، إضافة إلى ما هنالك من بعض ما علق بهذا الدين من خلال 1400 عام. فهذا واجب ملقى على عاتقي وعلى عاتق العشرات والمئات بل الآلاف، بل على كل مسلم، أن ينادي بالإسلام السمح، وأن يبين للناس حقيقة هذا الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين، وأن يفصل بينه وبين ممارسات المسلمين وبين عادات المسلمين التي للأسف الشديد في كثير من المواقع
لبست بلبوس الإسلام. وبالتالي هناك واجب أيضا ملقى على عاتقي، هو تفكيك الألغام الدينية المصطنعة التي وضعت في طريق نهضة الأمم جهلا من واضعيها، أو ربما تحقيقا لمصالح خاصة، وذلك بقناعة مني بأن تفكيك هذه الألغام سيسمح للأمة بتحمل مسؤوليتها في بناء مستقبلها وتلبية احتياجات أبنائها الروحية، المعنوية، الحياتية، المادية، المعيشية. ولذلك أنطلق أنا كطالب علم ومفتخر بدينه ومفتخر بقرآنه ومفتخر بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وسنته، أن نعمل من أجل إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال إزالة ما علق بها من البدع والانحرافات، ليس في الشكل والمظهر فقط، وإنما قبل ذلك في منهج النبي الإنساني الحكيم في الدعوة والحوار وقبول الآخر والتركيز على المشترك بين عباد الله والوقوف عند النقاط التي تجمع ولا تفرق وتيسر ولا تعسر، التركيز على صفة المواطنة حتى مع الاختلاف العرقي، الاختلاف الديني، الاختلاف الثقافي، كما ركز عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام في مجتمع الإسلام، مجسدا ذلك بأعظم وثيقة عرفها التاريخ، هي وثيقة المدينة التي وقعها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام مع سكان المدينة عموما، المسلمين منهم واليهود والمشركين على حد سواء، أيضا من أجل نهضة الأمة ومن أجل التقدم بها ومن أجل المساهمة في المستقبل. أعمل من أجل رفض الاستنساخ الفكري والعلمي والثقافي من خلال دعم حركة حرية الفكر والإبداع ونبذ الإرهاب. دكتورنا ربما أنا سأتحدث معك عن القيم التي تدعو إليها، لكن أنا كنت أحب أيضا أن أتحدث عن الحاضنة العلمية، عن والدك، أين هو الآن رحمه الله في خطواتك المعاصرة، وإلى أي مدى تجد أنت قد استأنفت الدور؟ هناك أنت الآن أشرت إلى لا نكون وأنا مؤمن بهذه القاعدة، علة العقل المسلم أنه بقي في الاستنساخ الدقيق ولم ينتقل إلى الاستنتاج العميق، وهذا أنا أراه أيضا هو دعوات المصلحين، عبد الحليم أبو شقة، محمد عمارة، حسن الترابي، غيرهم من الكبار الذين كانوا أيضا يعني حقيقة على هذا المنوال. لكن أريد أن أرى والدك الشهيد رحمه الله إلى أي مدى يتلألأ بين عينيك نور هذا الشهيد، وإلى أي مدى أنت استطعت أيضا أن تبني على منهجه خطوات جديدة. هل له تأثير في حياتك؟ لأنه هذا القسم قبل أن نأخذ الفاصل هو مخصص عنك وعن بيئتك المعرفية، ثم سننتقل إلى القيم، ثم سأناقشك، وأرجو أن تحتمل، وأنت صاحب عمامة لم تركع إلا لله سبحانه وتعالى، فأرجو أن تتحمل بعض الشغب الذي قد أثيره معك، ولكن أنا أثق بسماحتك وبوعيك. فالآن نحن الله يبارك فيك، إلى أي مدى تجد والدك حاضر في تربيتك، في فكرك، وإلى أي مدى أنت استطعت أيضا أن تتجاوز بعض ما كان يطرحه؟ هو بكل طبيعي جدا عند كل الخلق أو عند كل البشر، كما يقول الشاعر: كل فتاة بأبيها معجبة. جانب إنساني عام أنني أكون معجب بوالدي وبأبي وبعمله وبعقله وبفكره، لكن هناك أيضا جانب آخر ربما يعني خفي على كثير من الناس، وهو من فضل الله عز وجل أن كنت ابنا لهذا الرجل، لأن هذا الرجل علمني كيف أتعامل بالنصوص وبالتراث وبالمختلف ومع الآخر. أنت معلوم لديك دكتور علاء أنا ابن عائلة صوفية أو ابن بيئة صوفية نقشبندية، عليها ما عليها ولها ما لها أيضا. ربما لو كنت ابن هذه البيئة لكان الأمر يختلف جدا،
لكن والدي عليه رحمة الله وعلى أموات المسلمين جميعا يعني هو الذي دربني وهو الذي علمني أن لا أحكم على الناس أو على المختلف، أن لا أحكم على المختلف بناء على القواعد والأحكام المسبقة لدي. فأضرب لك على سبيل المثال كإشارة صغيرة لهذه النقطة، أنا تعلمت في بيئة صوفية وتعلمت في بيئة نقشبندية، سواء كان من حيث العائلة أو سواء من حيث دراستي المعهدية البداية في حلب، أو سواء في دراستي الجامعية في دمشق، فكلها تقريبا في حواضن صوفية. والحاضنة الصوفية بشكل طبيعي تنظر إلى المختلف معها نظرة مختلفة. أنا أذكر على سبيل المثال والدي عليه رحمة الله هو الذي شجعني أن أذهب إلى السعودية على سبيل المثال وأتدرب وأتعلم وأركع أمام ركب العلماء لأتعلم وأنهل من علمهم ومن منهجهم، لأتعرف على هذا العلم وأتعرف على هذا الجانب الذي كان يخالف 180 درجة مع معتقدي الذي تربيت عليه. فهذه كلها إضافات يعني كان من فضل الله عز وجل أنني رزقت بوالد مثل معشوق الخزنوي. أيضا والدي بحكم توسع فكره ومحبته للإنسان زرع في يعني المبادئ القرآنية السمحة والمبادئ النبوية المحمدية التي يفتخر بها كل مسلم، زرعها في قلبي وجعلها القاعدة الأساس التي يقاس عليها أي أمر فرعي. ومن خلال هذا المنطلق أنا أعمل جاهدا يعني من أن أكون ابنا بارا بهذا الوالد، لكن أنا لا أخفيك أيضا أن الوالد أيضا علمني أن لا أقف عند حدوده. فكثير من النقاط أنا حتى تجاوزت فكر والدي أو ابتعدت قليلا ربما في بعض النقاط عن والدي بحكم زمانه، بحكم مكانه، بحكم موقعه، باختلاف الزمان والمكان الذي أعمل فيه. هو له الفضل الكبير بعد الله عز وجل علي في هذه التربية، في هذا الانفتاح، لكن أيضا هناك جهد بشري من قبلي مبذول، ربما في بعض النقاط تجاوزت هذه النقطة أيضا. نعم سيد الفاضل، دعنا نأخذ هذا الفاصل ثم ننتقل معك إلى محور آخر لو تكرمتون. بارك الله فيك. من منطلق الإنسانية والمحبة والحرية، المركز التعليمي لحقوق الإنسان شيل اليد الصالون الشامي، قهوة المساء، برنامج يتجاوز ما يطلبه الجمهور ويفتح النوافذ المغلقة ويخترق الجدران العازلة من أوروبا هنا الشام. يأتيكم الجمعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا. رحنا نرسم خير طريق كي تسلكه الإنسانية، مجتمعات مدنية وعلى وقعه الحرية. رحنا نرسم خير طريق كي تسلكه الإنسانية. الأخوات والإخوة الكرام، نرحب بفضيلة الدكتور مرشد معشوق الخزنوي ابن الشهيد والعالم بذاته. لا أحب أيضا أن نقف عند والده مع قدره وجلالته، ولكن نحن نحب أيضا أن نستلهم تجارب الأحياء. وهذا الرجل كنا قد بدأنا مع فضيلته في التعريف بهويته الفكرية، وانساب كما ينساب الماء الزلال، يتحدث عن بواعثه الفكرية وعن حاضنته وعن تجاوزه للمألوف، وأيضا عن سعيه
لالتقاط الحروف المضيئة في الأبجدية العلمية التي رسخها الوالد ثم إضافات جديدة. وتحدث الرجل أنه لا يجد نفسه حبيس البيئة والجغرافيا. وأنا ذا أنتقل معه إلى القيم التي يتحرك من خلالها الشيخ مرشد، الكردي المسلم العالمي السوري ابن الجزيرة ابن العالم الرباني الوجهة المحمدي القدوة الإنساني في مشاعره وأفكاره. سيدي الكريم، إلى ما هي القيم التي أنت الآن تؤمن بها وتتحرك من خلالها؟ دكتور علاء، يعني لابد أن أبين أيضا أنني مسلم سني، وأنطلق من مدرسة السنية في العقيدة وفي الفقه. نعم. لكن دعني أقول أيضا أن مدرستي أو انتمائي لمذهب أهل السنة في الاعتقاد أو في الفقه لا يلزمني تلك القواعد التي ألزم أصحاب كل مدرسة فيها مريديهم وأتباعهم. نعم. أنا سني الاعتقاد، سني الفقه، لكن في نفس الوقت أرى أن هناك نقاط لابد أن تدرك ولابد أن نقف عندها، لابد أن نحاول أن نصلحها. نعم. من أهم النقاط في مدرستنا الفكرية السنية هناك قضية الاستنساخ الفكري، وأنا بدأت فيها لك منذ البداية. قلت أنا أرفض فكرة الاستنساخ الفكري والعلمي والثقافي، وللأسف الشديد هناك ممارسة إرهابية فكرية سواء من قبل المرجعيات الدينية أو اللوبي الشعبي اللي احنا بسميهم بين قوسين العامية، العوام يعني. نعم. أنا أرفض هذه المبادئ. أيضا من النقاط التي يجب العمل عليها قضية فك الاشتباك بين العقل والنص عن طريق منح النص المقدس ظروفه الزمانية والمكانية كأسباب النزول وأسباب الورود. أنا أتحرر من هذه النقاط. أيضا إذا قلنا أهل السنة والجماعة، معلوم لديك وربما معلوم عند كثير من الأخوة الأصدقاء المشاهدين أننا نتحدث عن مدارس متنوعة ضمن دائرة أهل السنة والجماعة. هناك مبادئ وضعت كقيود على عواتق العلماء، الدعاة، طلبة العلم، وبالتالي المسلمون العامة. أنا أتحرر من هذه المبادئ وأجدها قيودا وضعت أمام تقدم المسلمين. ودعني أضرب لك ثلاثة مبادئ من كل مدرسة مختلفة ضمن دائرة أهل السنة والجماعة. المبدأ الأول مبدأ فهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. هذا مبدأ أجده وضع قيدا على رقابنا جعلنا نتقوقع في أزمنة بعيدة عن واقعنا الذي نعيشه. بالجانب الآخر أو يقابله أيضا مبدأ آخر أخطر منه، وهو مبدأ اللامذهبية، أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. أيضا أجد أن هذا يلزمنا بأمور ولا يجعلنا نتحرر لننتقي من الفقه الإسلامي ما يتناسب مع عصرنا. بجانبه آخر وربما يضاده أيضا مبدأ آخر، أنه من لا شيخ له فشيخه الشيطان، من لا مرجعية له فمرجعيته الشيطان. هذه الثلاثة قيود التي وضعت من قبل مدارس إسلامية ثلاثة شتى، أقول السلفية، الأشعرية، الصوفية، هذه الثلاث مبادئ أجدها أنها أخطر مبادئ وجدت من أجل أن لا يتقدم المجتمع المسلم، ومن أجل أن يبقى متقوقعا بما ورده من التراث، وأن ينتقي من التراث حسب ما هو موجود الذي لا يتناسب أساسا مع واقع اليوم. فمن هنا أنا أنطلق، ومن هنا أنا أبحث عن مخرجات ضمن دائرة أهل السنة والجماعة اعتقاديا وفقهيا. لكن دكتورنا الغالي دكتور مرشد، يعني مثلا
فهم الأمة على طريقة السلف، إذا ابتعدنا عن الاختصار الذي تم تكريسه خلال 100 سنة الأخيرة، السلف كانوا مرنين جدا في فهومهم للنصوص، وأنت ترى مثلا في الفتوى الواحدة تناقضات كبيرة، لا أقول تناقضات، اجتهادات من السلف. ابن عمر يقول يصح، ابن عباس يقول لا يصح، الثاني تجد في المسألة بحبوحة حتى لدرجة أنه يعني ينفي الحكم برمته الذي أطلقه. لكن يعني أنا فقط أحاول أيضا أن أفهم وأتعلم منك، يعني نحن النصوص ليست لدينا مشكلة بمقدار التعامل، مفتاح العقل كيف يتعامل. أنا الآن ربما لأنك ابن عائلة أمنحك قداسة فأغلق عقلي، وربما لأنك ابن عائلة علمية وأرى منك دررا وتحفا تسيل منك الآن آخذ منك قبس فأتعلم منك التجديد. إذا مرونة عقلي هي التي تتعامل مع النص يعني ليس هو قيد، وإنما هو بحبوحة تستطيع أن تتعامل معه من خلال فهمك المتمرن. أنا أتناقش يعني معك لأني أريد التوضيح، لأني سأنتقل إلى بعض الشائعات التي تداولها مؤخرا بعض الناس، وللأسف يعني بطريقة تفكيكية، يعني لا تليق لا بنقد ولا أنا أعرفك تماما أنك لا تضيق بالنقد، لكن العالم، وهذا أنا وتعلمت عند الشيخ عبد الرزاق الحلبي وعند الشيخ مصطفى الخن وعند الدكتور البوطي وعند الدكتور مصطفى البوغا وعند الشيخ حسين الخطاب، وعند الشيخ معاذ الخطيب، كانوا يضيقون ذرعا بمن يعني يناقشهم بجهل، لكن إذا كان رجل يعترض عليهم بعلم كانوا يستمعون له. وأنا أعتقد أنك أنت لا تضيق ذرعا بمن ينقدك، لكن بارك الله في دكتور علاء، أنا لا أضيق ذرعا وصدري رحب لهذه الأمور، وبين قوسين إذا كان الحوار رأيا برقيك. بارك الله فيك. وبين قوسين أقول للمشاهدين، كنت أتداول مع الشيخ مرشد قبل الحوار أمرا، فوالله وأنا أقولها لله ليس بيني وبينه أي مصلحة، قالها لي: أنا مسامح ذلك الذي تحدث في ظهر الغيب عني بسوء. قال لي أنا هذا أمر خالص منه، أنا فقط أريد بلورت الفكرة، لا أتحدث عن أشخاص. وهذه قمة الصفاء الصوفي، وهذه قمة المنطقية الإحيائية الإسلامية التي هي تعبر عن النص. حبيبنا الغالي، فقط حتى أعود معك، وأيضا فكرة المذهبية. تعقيبا على هذه النقطة، أنا لا أقف عند هذه الأمور، وأنا صدري رحب للحوار ولنقد الأفكار أو ما أدعيه، دعني أقول ما أدعيه. نقد ما أدعيه هذا أمر مرحب به، بل هي أمانة ملقاة على عاتقكم وملقاة على عاتق الأصدقاء والقريبين مني خصوصا، فهذا أمر مطلوب. لكن أحيانا بعض الأصدقاء أو بعض الإخوة المشاهدين أو بعض المتابعين ربما لغايات معينة، ربما لمآرب أخرى، يعني يتجاوزون الحدود من خلال الإساءة، من خلال السباب، من خلال الشتام. لنا في رسول الله أسوة حسنة. أنا شخصيا أسامح ليس عندي أي مشكلة. كل من اتهمني في عرضي، في شرفي، في عقلي، وسبني وشتمني، أنا أسامحه لوجه الله تعالى. لكن أنا أقول لهم أن الدين يأمركم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، ومن ضمنهم لعامة المسلمين، وأنا من عامة المسلمين. النصيحة تقتضي أن توصيني، أن تنصحني، أن تنقدني بالدليل، لا أن تسبني، لأنك مجرد ما سببتني فأنت قد وضعت قطنا في أذني يجعل حاجزا من أن أستمع إليك. فبالتالي انقدني كما تشاء، اعترض على ما أقوله كما تشاء، قدم لي الأدلة، بين لي الخطأ، هذا أمر مرحب به، وأكون مذنبا إن لم أستمع إليك. لكن مجرد السباب والشتام فوقتها لن أكون قادرا على الاستماع لك. على كل حال، لنتجاوز هذه النقطة دكتور علاء، فأنا شخصيا مسامح، يعني دنيا وآخرة، في كل من أخطأ في حقي، في شرفي، في عرضي. هذا الأمر أنا لوجه الله تعالى. أعود إلى النقطة التي بدأت فيها دكتور علاء. السلف بكل تأكيد لهم قيمتهم العليا والحرمة الكبيرة، ونحن ننظر إليهم
يعني كأناس كانوا قريبي عهد بالصحابة وبالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهم من هذه الناحية درجة فضل. الإشكالية أين تقع يا دكتور علاء؟ الإشكالية عندما تختار السلف، فعندما تكون ضمن المدرسة السلفية فسلفك يختلف عن سلف المدرسة الأشعرية، وعندما تكون ضمن المدرسة الأشعرية فسلفك يختلف عن سلف المدرسة الصوفية. وأنا لست هنا بصدد أن أضرب الأمثلة الكبيرة، كل أحد منكم يستطيع أن يرجع إلى التاريخ ويقرأ فيه عن السلف، بينما أنظر إلى أحد من رجال السلف بقدسية وأنه كان عالما وأنه كان مخلصا لدينه، تجد فريقا آخر من المسلمين ضمن دائرة أهل السنة والجماعة. أنا لا أخرج ضمن هذه الدائرة، أنا لا أتحدث عن المعتزلة، أنا لا أتحدث عن المرجئة، أنا لا أتحدث عن الجهمية، أنا لا أتحدث عن الشيعة، أنا لا أتحدث عن أي مجموعة أخرى ضمن دائرة أهل السنة والجماعة. بينما أنظر إلى أحد رجالات السلف أو إلى مجموعة من رجالات السلف على أنهم مخلصون مجتهدون، أجد في الطرف الآخر أناس من يفسقهم ويبدعهم ويزندقهم. فإذا هناك إشكالية في السلف، من هم السلف؟ نعم، يعني هو سيدي الفاضل بالنسبة للسلف نحن نقصد أنه السلف الذي استقى مقاصد القرآن العليا. أنا وأنت من السلف، هذا أنا قصدي. السلف ليس كما يقول الشيخ البوطي ليس مرحلة زمنية مضت، وإنما هي منهج متجدد. هذا أنا الذي أفهمه. على كل حال أنا يعني أريد أن أتابع معك لأن سؤالين مهمين وردا أريد أن أتوجه لك بهما، ثم أنتقل معك إلى بعض قضايا التراث وكيف تتعامل معه وكيف تديره. بالنسبة للإخوة الذين يسألون حول هذه الحلقة هل هي تبث على موقع اليوتيوب؟ نعم، هي تبث على موقع المجلس الأوروبي الكردي الإسلامي للإفتاء، وتبث على صفحة المركز التعليمي لحقوق الإنسان، وتبث على تويتر المركز التعليمي لحقوق الإنسان، وعلى صفحتي الشخصية، وعلى صفحات فضيلة الشيخ مرشد وصفحات أخرى لا أعلم ما هي. الآن هناك مشاركون كثر، فالبث موجود على اليوتيوب وعلى منصات أخرى. سيدي الفاضل، يعني نكمل معك القيم التي أنت تؤمن بها حتى نغلق ونأخذ فاصل لننتقل إلى سؤالين، ثم الفصل الأخير حول منهجيتك في التعامل مع التراث وكيف تتعامل مع التراث، وما هي القيم التي تحكمك في التعامل مع التراث. إذن أتركك الآن لتكمل القيم التي أنت تؤمن بها من خلال فهمك للإسلام. بارك الله فيك دكتور علاء. يعني حتى أختصر في هذه النقطة، يعني أنا أركز على نقطتين مهمتين، يعني هي قضية التجديد في العقيدة والتجديد في الفقه الإسلامي. هذه نقطتين أنا حقيقة أركز عليهما، بالإضافة إلى نقاط أخرى، لكن نحن في حلقة ربما لا تتجاوز ساعة، ساعة وربع، لا يمكننا اللم والجمع لكل جوانب الموضوع. لكن أنا سوف أختصر إلى هذين النقطتين، باعتبار أن أكثرية الإشكاليات تكون في هذين النقطتين، وهي قضية العقيدة وقضية الفقه. أنا أبحث وأعمل من خلال التجديد في العقيدة، وذلك من خلال العودة إلى الكتاب والسنة النبوية الصحيحة الثابتة، وتخليص العقائد السائدة في كثير من مجتمعاتنا الإسلامية من البدع والشركيات وعبادة الأشخاص وتقديسهم والاستغاثة بعظام الأموات والاستمداد من رفاتهم والطواف بقبورهم والنذر لهم والسجود لهم وتقبيل أعتابهم والحلف بهم وتعظيم صورهم والخوف منهم أكثر من خوفهم من الله عز وجل، أو محبتهم أكثر من محبة الله. ولا تقل لي هذه الأمور غير موجودة، يعني لا يخدعنني أحد، فأنا ابن بيئة أجيد وأستطيع الاستدلال على هذه النقاط. يعني فتحت مبدأ كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل،
هناك كثير من الأمور التي يجب أن نجددها حتى نقدم الإسلام الصافي كما أنزل، أو كما على الأقل يعني بدرجات متفاوتة أو بنسب عليا بما قدمه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيضا في ناحية التجديد الفقهي دكتور علاء، نحن حقيقة نعاني من مشكلة، وهذه المشكلة يعني ربما أضرب عليها مثال في اللغة العربية وفي قواعد النحو، معروفة بالجر بجر الجوار. يعني هو معروف لدى كثير من الناس أن الاسم الذي يأتي بعد اسم الجر ربما يكون مضافا إليه أو ربما يكون نعتا بدلا، لكن هناك أيضا قاعدة تقال أن الجر بجر الجوار، يعني الجوار ربما يكون حقه الرفع أو النصب، لكنه يجر لأنه جاور اسم المجرور. على هذه النقطة نحن عندنا نص شرعي مقدس ثابت هو الكتاب والسنة الصحيحة في متنها. هذا النص هو شريعة الله التي تعبدنا بها وطالبنا بالانقياد لها، لكن الذي جرى أن فقهاء المسلمين قد وضعوا تحت النص شرحا، ثم جاء من وضع تحت الشرح حاشية، ثم من جاء وجعل تحت الحاشية هامشا، ثم جاء من وضع على الهامش تعليقا. كان من الممكن أن تكون هذه الشروح والحواشي والهوامش والتعليقات عامل خير ومصدر غنى للفقه الإسلامي لو بقي ضمن حدوده كجهد بشري يخطئ ويصيب، بذل صاحبه جهده للوصول إلى الحق أو الأقرب إلى الحق، وهو صاحب أجر إن أخطأ وأجرين إن أصاب. لكن الذي حصل أن هذه الشروح وأخواتها قد اكتسبت القداسة بجر الجوار كما يقول النحاة، وأصبحت اجتهادات الفقهاء قيودا وأغلالا في أعناق المسلمين، لم يعد بإمكان أحد أن تسول له نفسه أن تحدثه بحق مناقشة هذه الأقوال. ومجرد ما أن تناقش قولا من هذه الأقوال سيأتيك القول المعروف: هل أنت أعلم من الشافعي؟ هل أنت أعلم من أبو حنيفة؟ هل أنت أعلم من أبوك؟ هل أنت أعلم من شيخ الطريقة؟ هل أنت أعلم من ابن تيمية؟ هل أنت أعلم من الشيخ باز؟ هل أنت أعلم من كذا كذا كذا؟ إذا قيود وضعت لا تستطيع أنت أن تجاريها. لذلك هناك أيضا من المبادئ التي أعمل عليها ومن التي أنشط من خلالها أن أجعل أو أبين أو أعيد بالتفكير للناس أن هذه الأقوال ما هي إلا أقوال بشرية يمكننا مناقشتها، يمكننا أخذ ما فيها من خير وأن نترك ما فيها من غير خير. نعم سيدي الفاضل، سوف نقطع لهذا الفاصل ثم نعود إليكم لو تكرمتم. من منطلق الإنسانية والمحبة والحرية، المركز التعليمي لحقوق الإنسان شيل اليد الصالون الشامي، قهوة المساء، برنامج يتجاوز ما يطلبه الجمهور ويفتح النوافذ المغلقة ويخترق الجدران العازلة من أوروبا هنا الشام. يأتيكم الجمعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا. رحنا نرسم خير طريق كي تسلكه الإنسانية، مجتمعات مدنية وعلى وقع خطى الحرية. رحنا نرسم خير طريق كي تسلكه الإنسانية.
أهلا فضيلة الدكتور مرشد. سيدي الله. الكريم، هناك من كان قد أرسل إليه، ونحن لا نريد أن ندخل بالتفاصيل، لكن كان يتحدث حول موقف عائلتكم من الأحداث في الأخيرة ومن التجاذبات السياسية. لا أريد تعليق مفصل، لكن موقفك أنت الشخصي من الشأن العام، هل من الممكن أن توجزه؟ لأن عائلة الخزنوي ما شاء الله عائلة كبيرة ومترامية الأطراف. نحن نريد يعني بصراحة موقفك أنت أن يتبلور ويستمع إليه الأخوات والإخوة المشاهدين. تقصد الموقف السياسي في سوريا أم موقف من الشأن العام، سواء السياسي، سواء يعني بشكل عام؟ نعم، السياسي هو أكثر شيء كان الحديث، التعليق عن الموضوع السياسي. طبعا النقطة المهمة التي لابد أن أشير إليها أنني لا أتحدث باسم العائلة الخزنوية دكتور علاء، يعني فأنا لا أتحدث إلا باسمي شخصيا، ولا أحد يتحمل وزر كلامي إلا أنا، يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنا حقيقة يعني أنظر إلى المشهد العام في سوريا بسوداوية كبيرة، ولا أجد أن فيها أفقا للأمل بمستقبل جميل، بحرية، بتعايش سلمي في سوريا المستقبل، على الأقل في 10 سنوات أو لأقل لل20 سنة القادمة. وبتصوري يعني هناك أسباب عديدة لهذا الأمر، بشكل رئيسي النظام الفاشي الظالم البعثي وبشار الأسد وزمرته، أكيد هم يعني لهم الجانب الأساسي في تشكيل هذه الأزمة. لكن على الجانب الآخر نحن يعني كسوريين لم نكن على هذا المستوى المطلوب من أجل لنيل الحقوق والحرية. المعارضة أثبتت أنها أفشل ما تكون، وليس لا يعلق عليها الآمال. وأنا شخصيا ربما الكثير يعني يتابع، أنا منذ مؤتمر الجامعة العربية الذي عقد في القاهرة في 2013 أو 12 أعتقد، أنا فارقت يعني منظمات المعارضة، سواء كان المجلس الوطني السوري الذي كنت أحد المؤسسين له، أو الائتلاف، يعني نتيجة ما رأيته يعني من أمور تشيب لها الولدان، ومن أمور كانت تخالف قناعاتي الدينية والأخلاقية. فوجدت يعني لي مقولة مشهورة: إذا كانت هكذا هي المعارضة فمرحبا ببشار. أكيد ليس مرحبا ببشار، لكن أنا أقصد أن معارضتنا ليست هي الغاية المنشودة ولا هي المطلوبة. لذلك إلى هذه اللحظة أنا أجد المأساوية، وأجد أيضا يعني هناك التراث أيضا كان حاضرا في الأزمة السورية يعني بشكل كبير، مما يستدعي مراجعة كبيرة لهذا التراث. والتراث أيضا يا دكتور علاء سيكون حاضرا في سوريا المستقبل، خصوصا بين السنة والعلويين أو النصيريين، سيكون حاضرا. لا أتحدث بالكرامات ولا بالمعجزات، لكن هذه قراءة للتاريخ، يعني التراث سيكون حاضرا ومسؤولا عن مجازر كبيرة ستحصل في المستقبل بين أبناء الشعب الواحد وبين أبناء الوطن الواحد، وباستطاعة الاستدلال على هذه الأمور ببساطة جدا وبمراجعة لكتب يعني يعتمد عليها هناك من علق، فضيلة الدكتور، هناك من علق وقال: احترامي لكم، وهذا ينقلنا إلى ملف التراث. داعش يمثل الإسلام، لأن الصحاب أيضا عمل بهذه الأعمال الوحشية، كما يوجد آيات كثيرة في القرآن تحرض على القتل. أنا أتجه إليك بهذا السؤال مباشرة، ثم ننتقل إلى تعريف التراث وكيف تتعامل معه. هل الصحابة هم يعني الرحم أو الحاضنة أو المزرعة الخلفية كانت لداعش؟ هل أنت ممن يؤمن بهذا الكلام دكتور؟ وبالأخص أن لدي نص يعني أقرأه لك حرفيا كما ورد إلي. يعني هو يعني يقول، ينقل على لسانك: إن كل القذارات التي ارتكبتها داعش بحق الأيزيديين هي موجودة في كتبنا دون تحديد ما هي هذه الكتب وأسمائها. قبل أن أنتقل معك إلى هذا، أريد أن أسألك السؤال الذي ورد مباشرة من الأخ: هل الصحابة هم الرحم
التي تحتضن الفكر الداعشي؟ هل لداعش رحم مع الصحابة الكرام؟ في المجمل لا، والصحابة الكرام عليهم رضوان الله يعني هم حاولوا قدر جهدهم وهم ليسوا معصومين، ووقعوا في كثير من الأخطاء، لكن وقعوا أيضا في أكثر من الأمور الجميلة التي حاولوا أن يكونوا فيها مقربين لسنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن كلمة أن يكون الصحابة هم رحم لداعش هذه كلمة كبيرة وأرفضها ولا أقتنع بها، ولا تمثل هذه الكلمة حقيقة. لكن ربما يعني يمكن القول أن هناك في المجموع العام في الصحابة بعض الشخصيات المفردة التي مارست بعض الأمور، والتي يجب أن لا نتوقف عند هذه النقطة، يجب أن نكمل، والتي حاضت على غضب وتنديد مجمل الصحابة. يعني ربما البعض يستشهد بما فعل وما وقع فيه خالد ابن الوليد، وهو صحابي جليل عليه رضوان الله تعالى، لكن لابد أن نكون منصفين وأن نقرأ الآية كاملة، وأن نقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أو ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم، ربما خالد أو غيره وقعوا في بعض الجزئيات، لكن لا تنسى أن الصحابة وقيادة الصحابة تبرؤوا مما ما فعله خالد، ونددوا بما وقع من خالد رضي الله تعالى عنه. نعم، لكن حتى هذه المروية، لكن هذا المصطلح بهذه الكيفية أن الصحابة وممارسات الصحابة هي رحم لداعش، هذه كلمة غير سليمة وغير دقيقة، وبمجموعها العام أو بهذه الشمولية هي تجني على الصحابة وعلى التاريخ، والتاريخ يشهد عكس ذلك. سيدنا عمر ابن الخطاب الفاروق يشهد له أنه كان يعني هو أول من أسس لكبح جماح الحروب والفتوحات كما تسمى. نعم، لكن سيدي الكريم دكتورنا مرشد، التحقيقات العلمية فيما يتداوله العامة صراحة والكثير من المؤرخين فيما يتعلق بخالد بن الوليد، كما ذكر ذلك المحقق العلامة الصادق العرجون في كتابه خالد بن الوليد، هي كلها أكاذيب. ولكن أنت تعلم يا سيدي الكريم، الآن نحن في ما يحصل في سوريا من الممكن أن تأتيك روايات وبالسند المتصل أن كل ما حصل هو عبارة عن مؤامرة كونية ضد نظام شرعي، ويبررون لك هذا الأمر وتقتنع أنت تماما. التاريخ يعني هو لا يمكن القبول بمروياته دون تحكيم للعقل وللظروف. الروايات التي تتعلق بالسيد خالد بن الوليد لا يمكن أن يتقبلها الجو العام. أنا لا أدافع، لكن أحاول أنا أيضا أن أقول لك أن ليس كل ما يشاع يمكن أن نقبله ونردده حتى لو ورد. وأعتقد هذا هو دخولي معك إلى يعني مثلا التعامل مع التراث، لأن مسألة زواج خالد من الامرأة والكذا وكذا كلها كذب في كذب. يعني أقاطعك عند هذه النقطة. أنا أتمنى أن تكون هذه الروايات خاطئة، وأنا أرغب أن يكون التحقيق على خطئها، لكن هذا يعيدنا إلى سؤالك الأول: من هم السلف؟ يعني دكتور علاء، لا تنسى أن كل مدرسة من مدارسنا الإسلامية تعتمد على بعض من السلف. القصص والروايات التي رويت عن سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه هي موجودة في كتب التراث وعند علماء يعتبرون محققين لبعض الفصائل الإسلامية. أنت ربما أو أنا لا أعترف بقدوته أو بتمثيله كسلف، هذا شأنك الخاص. أنا أتحدث أن المجموع العام لأهل السنة والجماعة لهم مرجعيات في السلف وفي التاريخ يمكن الاستقاء من هذه الروايات. أنا أتمنى أن تكون التحقيق على عدم صدقية هذه الرواية، لكن إلى جانب آخر أن هذا المحقق لهذه
هذه الروايات والذي أثبت أن هذه الروايات غير صحيحة، هناك فريق آخر سيتهمه بالعمالة للغرب وبالتماشي وبمحاولة أن يجعل الإسلام رخوا، وأن يكون الإسلام متهاونا، وأن يكون الإسلام غير مرتفعا ولا عاليا. في جانب فريق آخر يقول لا، هذا هو القوة، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يعني هناك جوانب أخرى. يعني أضرب لك على سبيل المثال مما تحدثنا عنه في مستقبل سوريا. هناك سوريا ومجتمعاتنا الدينية كما أشرت إليها ربما أكثريتها صوفية، والأكثرية الصوفية تنظر إلى شيخ الإسلام أو إلى ابن تيمية، يعني أقول بين ابن تيمية، على أنه رجل جاهل ورجل ربما يعني حاز عن الطريق الصواب، وهذا رجل لا يؤخذ من قوله، وهذا مجسم. لكن على الجانب الآخر هناك مجموعات في سوريا اليوم تؤمن أن ابن تيمية هو ليس رجلا عاديا، وإنما هو شيخ الإسلام. وبالتالي عندما ينطلق غدا لتأسيس مجازر في سوريا وقتل الدروز والنصيرية انتقاء أو توافقا مع كتب ابن تيمية، لا تستطيع أن تقول لي والتحقيق أن هؤلاء أن ابن تيمية غير صحيح. ابن تيمية اليوم يعتبر مرجعية لكثير وأعداد هائلة من المليارين من العالم الإسلامي. ابن تيمية في كتبه عندما يتحدث أنه هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، ولا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان. هؤلاء كفار لا يختلف عليهم مسلمون. عندما يؤسس لهذا المبدأ، وغدا وأنت تعلم اليوم غالبية، ودعني أقول كم انتخابات بشار الأسد 99.99 من الفصائل السورية المقاتلة التي تحاول أن تتستر باسم الإسلام هي تعتبر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مرجعا لها ويجب العمل بها، وهذه فتوى جاهزة لمستقبل سوريا المظلم. نعم، أنا فقط أحب أن ألفت نظركم سيدي الفاضل إلى هذا الكتاب، وهو للصادق العرجون، وفيه تحقيق بالعلم والسند على طريقة المحدثين يثبت أن كل المرويات المتعلقة بالسيد خالد بن الوليد كانت أكذوبة في أكذوبة، والكتاب يعني يستحق القراءة. وأنت تعلم يا سيدي الفاضل فكرة النسبية، يعني حتى الله سبحانه وتعالى لا يوجد إقرار بصدق وجوده، فالأمر لا يمكن نحن أن نقول لأن فئة تنكره نحن سنبقى في حالة الشك، لأنه مولانا هناك مقاصد عليا. الحاضنة الاجتماعية للشيخ مرشد مهما جدد لا يمكن أن تقبل من الشيخ مرشد أن يخرج على أصول الإسلام، لا يمكن يا أخي الفاضل. أعوذ بالله دكتور علاء، أنا لا أعوذ بالله، أنا لا أخرج على أصول الإسلام، وأنا أحني رقبتي أمام أصول الإسلام. وهذا كلام أرفضه رفضا قاطعا. أنا رجل مسلم من أهل السنة والجماعة، وربما لا أقول الجماعة بل أقول من أهل السنة، لأن كلمة الجماعة أيضا عليها بعض الكثير من الإشكاليات، لكن أنا رجل من أهل السنة عقديا وفقهيا، فكيف أتهم بأنني أرفض أو أخرج عن فرائض الإسلام؟ معاذ الله من ذلك القول. ما هو التراث فضيلة الشيخ؟ التراث، ما هو التراث حسب فهمك؟ التراث هو كل تفسير أو كل شرح أو كل قول جاء بعد قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، منذ قول الصحابة إلى اليوم، ونحن اليوم حاضر وغدا سنكون من التراث. اليوم نحن نتحدث بما يناسبنا، وغدا بعد 20 سنة، بعد 100 سنة، وبعد 50 سنة أيضا نكون نحن أيضا جزءا من التراث، والناس تتحدث بما حصل في التراث من داعش، من بوكو حرام، من جبهة النصرة، من القاع، كل هذا سيكون من التراث، علما أننا نعايشه اليوم. فكل شيء خلا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة الثابتة كله عندي من التراث. نعم، يعني إذا حتى نؤسس لنقطة، أنت تفرق بين التراث كنشاط عقلي، كديوان للعقل وللمعارف، فيه الغث وفيه السمين ومحدود
بالجغرافيا وبمحدودية أيضا الفهم البشري. وأنت قلت كلمة رائعة: ما خلا القرآن والسنة النبوية تعتبره تراث. إذا أنت عندما تنتقد الآن تنتقد الجهود الاجتهادية، لا تنتقد الأصول المقدسة. هل هذا صح؟ يعني فهمت من كلامك؟ دكتور علاء، هذه قاعدة عقدية عندنا عند أهل السنة والجماعة، مجمع عليه عند السلفية والأشعرية والماتريدية، أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة مقررة في أصول العقائد عند مجموع أهل السنة والجماعة، لم يشذ منهم أحدا. هذه القاعدة تؤسس لنقطة، أن كل ما تحدث فيه في التراث من الصحابة ومن التابعين ومن تابعي التابعين وما بعدهم وإلى اليوم، فيه ما هو صواب وفيه ما هو خطأ. والإمام مالك رضي الله تعالى عنه أسس هذه النقطة، وهو من كبار السلف وهو من كبار التابعين، عندما قال: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فشيء طبيعي جدا أن كل هذا التراث مع خلل القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الثابتة هي أقوال وجهود بشرية كانت حسب ظروفهم، حسب أماكنهم، حسب الجو العام وبيئاتهم. أخطأوا في كثير، أصابوا في كثير، ولا يعاب عليهم في خطئهم أيضا. يعني أنا أجل هذه الحركة الفكرية باعتبار أنا أقدر مجرد عمل العقل، يعني أن الفقيه الذي أشغل عقله وأعمل عقله وصدر لنا هذه الكتب، أنا أقدر له هذا العقل، وإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، لأنه أعمل العقل. لكن الإشكالية ليست هنا، الإشكالية عندما تنظر بقدسية إلى هذا الرأي أو هذا القول أو هذا التراث. أنا لا يزعجني أن ابن تيمية قال عن الدروز والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، لا يزعجني هذا القول، لأنني أعتقد أن ابن تيمية رجل من المسلمين أخطأ ويصيب، وهو هنا أخطأ. لكن المشكلة أن تكون هناك مريدين، أن هناك صوافي، أن هناك أتباع يعتبرون ابن تيمية أو الإمام الشافعي أو أي شخص آخر أنه الناطق الرسمي باسم الرب. أيكم عنده هذه الجرأة وعنده هذه القدرة أن يقول للناس: أنا أعلم مراد الله، أنا الناطق باسم الله، ليست لنا مشكلة مع الله، مشكلتنا مع الناطقين باسم الله. فضيلة الدكتور مرشد، ألا يمكن أن نفرق مثلا في موضوع الفتاوى بين ما يمكن أن نقول أنه جانب قضائي تتخصص فيه السلطة القضائية، وسلطاني يرجع إلى السلطة السياسية، وفردي وهو يرجع إلى الأحكام المتعلقة بالناس واهتماماتهم، وحتى أيضا مستوى المرجعية التي يصدر. يعني من الممكن، أنا فقط لأضرب لك مثالا فضيلة الشيخ، يعني من الممكن نحن أن ننظر مثلا الاتجاه السلفي عندما يحنط ابن تيمية وعندما يحول إلى معصوم، نرى أن مثلا مستشرقا آخر، انظر فضيلة لو تتكرمون، هذا المستشرق يعني قام بدراسة آراء ابن تيمية في السياسة والاجتماع، وأظهره من أكبر المصلحين. التناقضات يا فضيلة الشيخ هو أن هناك لا يوجد تمييز بين من يتعامل مع التراث ويحول إلى ضريح يعبد من دون الله ويدور حوله، وبين أن يراه أنه ينبوع من الممكن أن يغرف منه ومن الممكن أن يتجاوزه إذا وجده ملوثا. وأيضا أن يفرق ما بين، يعني مثلا هناك حكم أشبه ما يكون بالمبدأ، الأحكام العامة، المبادئ، وهناك أحكام خاصة تتنزل على الواقع. هذا الواقع، الأحكام الخاصة لا يمكن نحن أن نتناولها، حتى فتاوى ابن تيمية ذات الطابع الخاص لا يمكن أن نتناولها، لأنها محدودة بظرفية زمانية ومكانية، ولا يمكن إعطائها صفة التأبيد المقدس. يعني أنا أحاول أن أصل معك يعني إلى تقطير. يعني أنا أفهم ما ترمي إليه، يعني لست خارج العالم، وأنا السيجنال شغال عندي، يعني أنا أفهم ما ترمي إليه. الله يبارك. أنا أريدكم أن تفهموا ما أريده أيضا. نعم. لا، العالم الإسلامي ليسوا هم وحدهم الوهابيون أو السلفيون.
نعم. ليسوا وحدهم السلفيون من يحنطون ابن تيمية، الصوفية أيضا تحنط مشايخها، الأشعرية أيضا تحنط مرجعياتها، الشيعة أيضا تحنط مرجعياتها. كلنا نتعامل بهذه الفكرة وبهذه القاعدة يا أستاذي العزيز. الصوفية عندما تنطلق من مبدأ أنه من لا شيخ له فشيخه الشيطان، إذا لابد أن تكون غير حر، لابد أن تسلم عقلك وإرادتك لشخص مرجعية. لا تقول سوف أفكر، لأن القاعدة الثانية ستأتيك: كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل. لا تقول أنا سأتمرد، لأن القاعدة الثالثة ستأتيك: لا تعترض فتنطرد. هذه كلها قواعد مؤسسة. عدم المؤاخذة، أنا لست مستشرقا، أنا لست رجلا يعني مرتدا، أنا لست رجلا نصرانيا، أنا لست رجلا يهوديا، أنا رجل مسلم ابن بيئة مسلمة، وأعلم ما أقول وأعي ما أقول، وعندي التجارب العشرات بل المئات التي أستطيع الاستدلال عليها، سواء كان في المجتمع الصوفي أو في المجتمع السلفي التي تؤسس لهذه القاعدة. أنا لو تحدثت كما قلت أن هذا كتاب يتحدث فيه المستشرق لا رميت بالارتداد. أنا أقول لهم قال الله قال رسوله، يقولون لي قال الشيخ. أنا أقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لي قال ابن تيمية وقال شاهي نقشبند. يعني المشكلة المصيبة عند العالم الإسلامي مصيبة كبيرة يا أخي. نعم نعم، لكن سيدي الفاضل، العقل الذي تصفه أنت هو عقل حقيقة مثقل بأنواع السياسة أكثر من المعرفة. يعني أنا أقول لك نحن على جانب النقطة المهمة التي يجب أن نقف عليها دكتور علاء. فضل. هذا التراث أساسا لم يكن فيه هذا الغث إلا بعد كل المعارك السياسية. يعني بمراجعة دقيقة لمحدثات التاريخ ستكتشف أن كل هذا التراث بجانبه، والغالبية العظمى في الجانب السياسي، ما جاء إلا بعد معركة يعني الجمل وما حصل بين سيدنا علي ومعاوية. وتجد أن الأحداث السياسية مسيطرة وماسكة برباط الأمور، وهي التي أفرزت ما تفرزه اليوم. وللأسف لولا أنها نظرت بقدسية ما كانت تحكمنا اليوم. أنا ليست عندي مشكلة أن ابن تيمية قال في نقطة معينة كذا. ابن تيمية كما قلت أيضا يعني يعرف في جانب آخر من المصلحين. آراؤه في الطلاق من أروع ما يكون، بل هي المدارس الإسلامية اليوم سنة صوفية سلفية تعتمد على آراء ابن تيمية في الطلاق، علما أنه خالف الإجماع، لأنه من أروع ما يكون في مسائل الطلاق. لكن في جانب آخر هناك مصائب. فإذا نظرنا إلى القدسية لكل شخص سواء كان في المجتمع السلفي أو في المجتمع الصوفي، نحن أمام كارثة. يجب أن نتحرر من هذه النقاط يا أخي العزيز. عندما تفتح الكتب وتجد أن الصوفية تقول إذا دخلت بيتك، واعذرني يعني حقيقة أنا يصيبني الكثير من الإحراج في الحديث في هذه المواضيع، كأنني أجلد ذاتي، يعني لأنني أنتمي إلى السلفية وأنتمي إلى الصوفية. أنا يعني لي جذور يعني، فبالتالي أنا حقيقة يؤلمني هذا الأمر. لكن وعي الناس هو الأهم، حقيقة الدين هي الأهم، تبيان الصح هو الأهم. عندما تفتح كتبا من كتب الصوفية، وعلى سبيل المثال وأنا أضرب لكم الأمثلة، كلكم يراجع في الطريقة النقشبندية مكتوبات الغوث، عندما يقول الغوث للمريد إذا دخلت دارك ووجدت الشيخ يمارس الرذيلة مع زوجتك فيجب أن لا يتزعزع إيمانك بشيخك، لأن هذا ليس هو الشيخ، وإنما هو الشيطان جاء متمثلا بالشيخ. ماذا أفعل؟ هذه شعوذة فضيلة الشيخ. قولوا عنها شعوذة، قولوا للناس أنها شعوذة. هناك المرجعيات يا فضيلة الشيخ، أنت يا فضيلة الشيخ، أنا أفهم ما تقول، لكن أنا أتحدث عن المجتمع المسلم. المرجعيات الموجودة اليوم تقول نحن نؤمن بهذا الكتاب من الجلدة للجلدة. إذا آمنت بهذا الكتاب من جلدة إلى الجلدة أنت أمام مصائب. يا فضيلة الشيخ، لا يعني أنا أقول لك من بركة الإسلام وجود أناس أمثالك، وهذا أنت ما تقوم به، والإصلاح جهد تراكمي. أنت بكل أريحية رغم نقدك لم تنتقص وتشتم. لاحظ هذا التوازن الذي أنا ساءني عندما كنت يعني
أستعرض بعض من نقدك في الفترة الأخيرة، اتهمك بالنفاق، والمعذرة منك وأنا أستسمحك وسامحني وأنت شيخي وأقبل جبينك. لا مشكلة، ربما اطلعوا على الغيب فعرفوا ما نعم. في القلوب. والأمر الآخر يا مولانا هو أنه يعني عمم الكلام عليك تعميما تعسفيا، ويعني أبجديات التفكير الموضوعي تقول لك كل لفظ من ألفاظ العموم يراد به الاستغراق والشمول، وهو يتناقض مع التفكير الموضوعي. لا تستطيع أن تنسف رجلا لخلاف معك. أنا أريد أن أتوقف معك حرفيا حول ما قيل. من عجائب يتحدث هكذا في يتوجه إليك مباشرة بشيء، يقول لك أنك قلت أن هذه المشاكل موجودة في التراث أو في كتبنا، وأنك لم تحددها، وأنك بهذا يعني تدلس على العامة. ما تقييمك لهذا الكلام؟ ويقول أنك أقسمت بالله وتلاه والله أن هذه الأمور موجودة في التراث. يعني أريد أن أستمع إليك حول بعض الشائعات، أنت دون ذكر أسماء، يعني نحن نتحدث فقط عن القيل والقال، فقط لتصحيح الذاكرة، ترميم الذاكرة المعرفية حول شخصك الكريم. بارك الله فيك دكتور علاء. طبعا أنا لم أقول كل هذه المشاكل، أنا قلت كل هذه القذارة. نعم. حتى أكون صادق، حتى أكون واضح أمام الناس. نعم. هذه كلمة لي قلتها في مظاهرة أمام البرلمان النرويجي أيام هجوم داعش على شنغال، وقبل شنغال كان هناك هجوما على قريتي المعروف في الجزيرة السورية، وداعش دخلت إلى القرية وهدمت المسجد وحرقت البيوت ومن ضمنها بيتي، وأصدرت فتوى موجودة مؤرشفة كلكم تستطيعون العودة إليها، وهي موقعة باسم لواء البركة تحت الدولة الإسلامية في العراق والشام بقتل كل شباب الخزنويين وسبي نسائهم، مع أننا يعني العائلة كلها صوفية وشيخ مشيخة النقشبندية. هناك فتوى مثبتة من لواء البركة في الدولة الإسلامية في العراق والشام بوجوب قتل كل الرجال والشباب الخزنويين وسبي نسائهم. وبالتالي أنا كنت في هذه المظاهرة وقلت وأقسمت بالله والله وتالله وبالله أن كل هذه القذارة التي فعلتها داعش هي موجودة في كتبنا. نعم، هذا تصريح لي، لكن المشكلة العظمى أن هؤلاء الناس ملبسون على الناس. بعدها بثواني بسيطة جدا أنا أيضا أقسم أنه والله وتالله وبالله أن هذا ليس هو الإسلام، وإنما هذا هو تزوير للإسلام. أنا يعني واضح في مواقفي وصريح في مواقفي، والآن أيضا أجدد الكلام. ما قلته عن داعش أنها موجودة في كتبنا، نعم داعش موجودة في كتبنا. أنا لا أؤمن أن داعش صنيعة ألمانية، ولا أؤمن أن داعش صنيعة إيرانية، ولا أؤمن أن داعش صنيعة أمريكية. ربما التمويل أمريكي، ربما التمويل عراقي، سوري، قطري، كردي، عربي، تركي، لا يهمني التمويل، أنا يهمني الفكرة. فكرة داعش موجودة في كتبنا، وداعش خرجت من عباءة أهل السنة والجماعة، وكل رجل يحاول أن يقول عكس ذلك هو أمام التاريخ وأمام التراث سيكتشف زيف هذا الكلام، وهذا كله مثبت في كتبنا. وعندما أقول في كتبنا لأنها كتبنا، أنا لا أستطيع يعني أنا أنكر. أنا تحدثنا سابقا دكتور علاء أن هؤلاء الكتب أو هؤلاء التراث أنا أعتز بهم، أنا أفتخر بآرائهم لأنهم أشغلوا العقل، لكنهم أخطأوا ولا بد أن ندلل على أخطائهم. أما أن نضفي إليهم القدسية، هنا المصيبة. الداعش وغيرها من المنظمات لا تنظر إليها أنها أقوال بشرية، وإنما
انظر إلى أنها هم السلف الذي يجب أن نتبعهم ونفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة وبفهم التراث. وبالتالي كل جريمة فعلتها داعش لها مستندها في كتبنا، وعندما أقول في كتبنا أيضا أكون واضحا، ليست في كتب التراث بل في الكتب التي تدرس في المعاهد الشرعية وفي الكتب التي تدرس في الكليات الشرعية، كلها مثبتة، وأي إنسان يستطيع أن ينظر إلى هذه النقطة. دعني أقول أيضا نقطة مهمة جدا دكتور علاء، القاسم المشترك بين كل الجماعات الإرهابية، سواء كان داعش، سواء كان جبهة النصرة، سواء كان بوكو حرام، سواء كان قاعدة، كلهم القاسم المشترك أنهم خرجوا من رحم الإخوان المسلمين. المصيبة العظمى التي ابتلي بها المسلمون في العصر الحديث هم جماعة الإخوان المسلمين، وأكبر مصيبة للمسلمين هو رجل اسمه سيد قطب. سيد قطب هو الذي أسس لكل هذه الجرائم. سيد قطب، أنت تقول لي أنا مسلم، دكتور علاء من اعترف بإسلامك؟ سيد قطب يقول لك أنت علاء آل رشي لست مسلما. سيد قطب يقول عني مرشد الخزنوي لست مسلما، لأن سيد قطب يؤسس إلى فكرة أنه لا يوجد اليوم مجتمعات مسلمة أبدا، وكل الناس تستطيع المراجعة إلى كتاب معالم في الطريق لسيد قطب ليقرأ في الصفحة 105 من دار الشروق، ليظهر له أن المجتمع الموجود ليس هو مجتمعا إسلاميا، وإن صلوا وإن صاموا كل هذا موثق بالصفحة 105 في كتابه معالم في الطريق. في كتابه في ظلال القرآن هو يقسم الدنيا إلى دار حرب ودار إسلام، لا يوجد هناك دار معاهدة، الدنيا كلها دار إسلام أو دار حرب. وما دام لا يوجد اليوم مسلمين، ما دام لا يوجد اليوم دولة إسلامية، وما دام لا يوجد مجتمع إسلامي، فالمجتمع الموجود كله مجتمع جاهلي. هذا الكلام يقوله سيد قطب في ظلال القرآن في المجلد الأول في الصفحة 873، يقسم العالم إلى دار حرب ودار إسلام. هذا الكلام أيضا يؤسس له ابن القيم الجوزية. وعندما أقول ابن القيم الجوزية لا تأخذه على أنه تلميذ ابن تيمية، صحيح أن ابن القيم هو تلميذ ابن تيمية، لكنه هو أيضا مرجع من مراجع الكبار عند الصوفية في مراتب القلب. ابن القيم الجوزية في أحكام أهل الذمة كتاب له في المجلد الأول في الصفحة 728، هذا كله كلام موثق. هو أيضا يقسم الدنيا إلى قسمين، دار حرب ودار إسلام. إذا قسمت العالم إلى دار حرب ودار إسلام، فالمبدأ الأساسي للتعامل مع دار الحرب هو القتال، لا يوجد شيء آخر غير القتال. هذا الكلام أيضا يؤسس له سيد قطب في كتاب معالم في الطريق في الصفحة 137 يؤسس لهذه النقطة. عندما يؤسسون لهذه النقطة الإمام الشوكاني أيضا، وهو من كبار العلماء ومن كتب التراث ومن المرجعيات والتي ندرسها في كتبنا، في كتاب له السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لدار ابن حزم في الصفحة 962 يؤسس لهذه النقطة، وأن المبدأ المطلوب بالتعامل مع دار الحرب هو مبدأ القتال ولا قتال وحده. يا رجل، النبي عليه الصلاة والسلام ونصوص الإسلام هي تأمرنا حتى في قتال العدوان عندما نلتقي بالصبيان وبالرهبان أن نحترم الرهبان، لكن كتب التراث هي ناضحة بالقتل. انظر إلى كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، وهو يؤسس أنه لابد أن نقتل حتى الرهبان، مع أنهم حتى ولو لم يكونوا محاربين، حتى ولو كانوا معزولين في صوامعهم. هذا الكلام أيضا أسس له الإمام أبو حنيفة. أنا لا أقول هذا الكلام من عند نفسي، أنا لا أخترع، أنا لا أكذب. راجعوا الكتب، كتاب المبسوط في الفقه الحنفي كتاب معتمد في الفقه الحنفي ويدرس في كل المدارس والمعاهد والكليات الشرعية. في كتاب المبسوط في الجزء التاسع في الصفحة 145 أبو حنيفة النعمان يقول: علينا قتل الرهبان ولو لم يقاتلونا لأنهم أئمة
الكفر، لأن الله عز وجل قال فقاتلوا أئمة الكفر. هذا الكلام لا أقوله أنا، الإمام النووي في المذهب الشافعي. هل من أحد لا يعرف الإمام النووي؟ الإمام النووي علم على رأسه نار. في كتابه صحيح شرح مسلم في الجزء 12 في الصفحة 73 عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، الإمام النووي يقول يجوز قتل الصبيان والرهبان، ويقول أن هذا هو الصحيح عند مذهب الإمام الشافعي. ابن قدامة المقدسي في كتابه المقنع هو الذي يبين لنا الطريق. أنا أسألك سؤال يا دكتور علاء، أنت تعيش في ألمانيا، بجانبك جوار لك ربما يهودي ربما مسيحي، هل تقول له صباح الخير؟ هل تقول له جود مورنينج؟ هل تقول له جود ناخت؟ هل تقول له ذلك؟ إذا قلت له ذلك صباح الخير فأنت رجل غير ملتزم بالإسلام، لأن كتب التراث والمذهب المعتمد والمقنع هو كتاب ابن القيم وعفوا لابن قدامة، وهو كتاب مهم يقول لك يجب أن لا تقول له صباح الخير ولا عمت مساء ولا عمت صباحا. هل يعقل هذا الكلام عندما نتحدث عن داعش وسبيها للإيزيديات؟ وهذا أمر واقع. هذا الكلام يؤسس له في الفقه الشافعي. الجميع يستطيع العودة إلى كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، وهو للخطيب الشربيني على منهاج الطالبين في الجزء الرابع في الصفحة 295. هذا يؤسس يقول إذا كانت النساء من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبادة الأوثان وامتنعنا من الإسلام، قال الماوردي فيقتلن عند الشافعي رضي الله تعالى عنه. هذا كله كلام يؤسس له. أنا لا أتحدث، أنا أرجو من الناس يعني عندما يدققون في هذا الكلام، جميل أن تحاول أن تبرئ دينك من جرائم داعش، لكن كن منصفا. لا تستطيع أن تنفي التراث من داعش. أنا أستطيع أن أقول أن داعش هي أكثر الناس إخلاصا للتراث، هي نفذت كل ما موجود في التراث بحذافيرها. داعش لم تأتي ولا بخصلة واحدة من عند نفسها. عودوا إلى كتاب فقه الدماء لأبي عبد الله المهاجر، وهو أحد قادة تنظيم داعش. هذا الرجل كتب في الدماء كتابا طويلا، ولا يوجد كلمة يقولها من دون مستند، لا يوجد كلام له بكلمة واحدة من دون مستند. إذن عندما تعود إلى كتب التراث تجد أن هذا الأمر موجودا سواء عند الأقدمين أو عند المتأخرين. للأسف الشديد نحن تحت حجة أننا إذا بحثنا في التراث أو نقينا التراث فإننا نتخلص من ماضينا. هذه كلمة نحن نتاجر بها، واليوم للأسف الشديد طبعا أنا أعلم عندما قامت داعش بجرائمها العشرات بل تقريبا أستطيع أن أقول لا يوجد مجمع علمي إسلامي إلا وأدان جرائم داعش، لا يوجد مرجعية إسلامية إلا وأدانت، لكننا غضينا الطرف عن المنبع هي كتب التراث. كل هذه الأمور موجودة في كتب التراث. إذا وجدت أن الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع يؤسس لأن الرجل يستطيع إذا أصابه الجوع وأصابه الظمأ يستطيع أن يقتل تارك الصلاة، يعني هلا سيبك من المسيحيين والإيزيديين، حتى تارك الصلاة حتى تارك الجمعة يستطيع أن يقتله ويأكله، بس بشر ما يطبخه، يأكله نيئا. هل هذا كلام يعقل؟ أنا أقدر الإمام النووي هو من كبار الأئمة الذين أحبهم وأحترمهم، لكن يعني عندما يقول لي في شرح متن الأربعين النووية، ولا تقول لي هذه كتب لا يعرفها أحد، الأربعين النووية نحن نحفظها وعمرنا 13 عاما، يعني ننتهي من الابتدائية ندخل في المعاهد الشرعية، أول كتاب نحفظه في الأحاديث هو متن الأربعين النووية. الإمام النووي عند الحديث الثامن يقول ويطلب منا أنه يجوز أو يطلب أن يقتل مانع الزكاة والممتنع من بذله وتارك الجمعة وتارك الوضوء
هذا كلام لا ينبغي أن يقال. يعني لا فضيلة تقول لي الشيخ، هذه الكتب لا يعرفها. عودوا فضيلة إلى الفقه المنهجي، الفقه المنهجي الذي يدرس إلى هذه اللحظة في معاهد ومساجد وزارة الأوقاف السورية، وليخبركم ما هو الجهاد. هناك الجهاد قسمان: جهاد الدفع وهو الذي يتفق عليه العقلاء من كل صنوف الدنيا، وهناك جهاد أسس واخترع بعيدا عن الإسلام اسمه جهاد الطلب. هذا غزو يا رجل. يجب علينا أن نعود إلى هذا التراث، ولنأخذ وننقح هذا التراث، نأخذ الشيء الجميل، نأخذ الشيء المفيد. وهذه الخزعبلات وهذه الآراء ربما كانت تناسب ظروفهم، تناسب أزمانهم. لا أريد أن أتحدث في حقهم، لكنه قول بشري لا يعنيني ولا سيحسب على الإسلام أبدا. نعم، هو أنا يعني الله يبارك فيك، أنا تركت لك المجال لأمرين. الأمر الأول ليعلم الناس أن فضيلة الشيخ يعني كان يتحدث عن جهود بشرية، وهو يكن الاحترام للأصلين الشريفين القرآن والسنة، وهو أكد مرارا وتكرارا على أنه مسلم سني يعتز بسنيته، ولكن حتى كان دقيقا، وربما الكثير من المشاهدين لا يدركون الفرق بين كلمة أهل السنة وأهل السنة والجماعة، لأن إضافة الجماعة كانت هي مصطلح سياسي وليست هي من الإسلام في شيء، وكان رجل دقيقا. وأنا شخصيا سأكون معكم صريح، ما استمعت لفضيلة الشيخ جزاه الله خير، أنا أثلج صدري أنه في جانب صدع بنيان الطرف الذي لبس على الناس وقال أنه ينتقص القرآن والسنة ويدلس على الناس، وفي جانب آخر أنا أقول لكم بإمكاني أنا أن أفتح القرآن وأستنطق بعض الآيات، وبجهلي الشديد أقول إن القرآن هو كتاب سيف ودم وظلم، وأن القرآن الكريم يحمل من معاني النحر والتفجير الكثير، والكثير من القتلة لا يحتاجون لمبررات، ولكن إن وجدت المبررات فيتقنعون بها. وكل القتلة يعني حقيقة لن يألوا جهدا في الرجوع إلى التراث، لأن التراث هو ديوان العقل، فيه الكثير، فيه ديناصورات، فيه زواحف، فيه فيلة، فيه قتلة، فيه ناس صالحين. كان ملخص كلام الشيخ مرشد هذا الذي فهمته، أن التراث خذ ما صفى ودع ما كدر ولا تقدس الأقوال. هذه هي الملخص. وأنا أعتقد أني أنا بصراحة دار بيني وبين الدكتور شوقي أبو خليل في دمشق، وفي زيارته لي في بيتي في جدة تحدثت معه، قلت له أخي يا فضيلة الدكتور شوقي الله يرحمه ويجعل مسواه جنة، قلت له حضرتك تقول التسامح في الحضارة العربية الإسلامية، وهادي العلوي يكتب كتابا ينسف شرش كتابك، كل كتابك ناسف، عامل لك الدم والظلم والسبي في الحضارة العربية والإسلامية. قلت له لماذا نحن لا نتوازن؟ لماذا نحن لا نعمل العقل النقدي؟ لأن التطرف التقديس المطلق سيقابله تدنيس مطلق. العقلية التي يتحدث فيها الشيخ مرشد هي عقلية علمية، هو لا يقول لكم اشطبوا التراث، ما أحد، لا توجد أمة بلا ذاكرة، ولا يمكن أن نطلق أحكاما عامة مجاهزة حتى على ابن تيمية الذي من حقنا أن نختلف معه، كما ألمح فضيلة الشيخ قال إنه متقدم وبز أقرانه في فتاوى الطلاق، واليوم المسلمون كلهم يلجؤون إليها حقيقة. فإذا أيها الأحباب، ما أردت أن أقول في كملخص هو أن المسلم الحقيقي هو من يعمل عقله، هو من لا يقدس النصوص التراثية لأنها هي عبارة عن جهود بشرية، ولكن أيضا هو من لا يأتي ليتحدث بما لا يعرف. كان الإمام مالك بعد أن يفتي يقول هذا ظننا وليس بيقين، كان متواضعا يحمل روح التواضع. لا نستطيع نحن أيها الأحباب أن نجزم 100% فنشطب على التراث، ولكن أنا مع فضيلة الشيخ مرشد أن نتجنب ما جفا وما قسى من التراث. ولكن أيضا أنا شخصيا أكره أن أبني دعوتي أو حديثي عن الإسلام بالحديث عن مثالب التراث.
يعني أخي في بإمكان الإسلام يملك جماليات كبيرة جدا، وهذا ما يدعني أنتقل إلى سؤالين مهمين. ما موقف الإسلام من حق أعقب تحرير على المفقود؟ كلامك دكتور علاء، بارك الله فيك على هذا التوضيح لملخص ما قلت، وهذا ملخص صدق جزاك الله خيرا عليه. أنا حقيقة يعني أنظر إلى التراث بهذا المنظار، يعني الإشكالية ليست عندي، أنا التراث ليس عندي مشكلة معه، لأنني أستطيع أن أتعامل به وأن أميز بين الغث والسمين. المشكلة في المدارس الأخرى التي تلزم الناس بأن يفهموا الأمور وفق فهم التراث، فهنا تكون المشكلة. وإلا لو بقي التراث تراثا يقرأ للمطالعة لمعرفة التاريخ، ويقرأ لاستخراج مناطق الإضاءة فيها، هذا أمر مرغوب، ولا أحد يستطيع أن يتنكر لتاريخه وتراثه كله بجرة قلم. ليس هناك تاريخ، ليس هناك تراث، هذا كلام عبث يعني لا يقوله حتى أبسط الناس العقلاء. فهذا التاريخ هو تاريخنا، وهذا التراث هو تراثنا. أنا منتمي إلى هذا التراث، أنا تربيت على هذا التراث، فلا أستطيع أن أقول هذا ليس تراثي، هذا تراثي. لكن هذا التراث فيه غث وفيه سمين. العقل أو قبل العقل الدين هو الذي يلزمني أن أبحث عن مواقع الإضاءة، أن أبحث عن نور، أن أبحث عن الشعلة ضمن هذا الركام كله، وأن أبتعد عن الرماد. لكن اسمح لي فضيلة الشيخ قبل أن أسألك بعض الأسئلة، هذا السؤال أنا يعني يهمني. سيد قطب نفسه الذي أنت تنقل عنه هذه الأقوال هو أكبر من أسس لأفضل القضايا في الفكر الإسلامي، وللأسف من جاء من بعده لم يستثمروا قضيتين. قضية أولى، هو أول من كتب في موضوع العدالة الاجتماعية، ولم يسبق أحد، لم يسبق سيد قطب أحد في موضوع تأصيل العدالة الاجتماعية. والأمر الثاني، وهذا للأسف من المغيبات، سيد قطب صاحب أجمل وأرقى وأنقى كتاب يتحدث فيه باسم السلام العالمي والإسلام، ويقدم لك رؤية عالمية للسلام. ما أريد أن أقوله، وهذا أيضا تأكيد، يعني صراحة أنا تناقشت مع بعض يعني من التقى بالسيد قطب وتحدثت معهم كيف كان هذا الرجل، والبعض التقى به في محبسه في سجنه وهم من كبار السن أثناء وجودي في الخليج. قالوا لي إلى آخر حياته وهو في السجن كان يرفض التكفير. لكن يا مولانا سأكون معك صريح، وأنت تعرف، وأنت رجل فقه ولست رجل وعظ، أنا أفرق جدا بين هذين الأمرين. أنت تعرف أنه هو صاحب عبارة حالمة، وأنت تعرف أنه هو كان أديب أكثر من كونه فقيه، وهذا ما يلام عليه إطلاقياته. أنا فقط أقول حتى يعلم أيضا المشاهدون أننا حقيقة أنا واثق جدا وفي قناعتي الداخلية أن سيد قطب ليس رجلا عالما شرعيا. نعم. وأنا أعلم علم اليقين في قناعتي وفي قرارة نفسي أن سيد قطب ليس متخصصا في التفسير. نعم. وإنما الرجل كان عبقرية في اللغة العربية، والرجل كان نعم. عبقرية في الأدب. ولو بقي سيد قطب في أدبه وعبقريته في اللغة العربية، وهو له تاريخ وروايات وأدبيات هو تلميذ عباس محمود العقاد. نعم، بكل تأكيد، بكل تأكيد. وهل تعلم يا مولانا أن سيد قطب هو من أخذ بيد نجيب محفوظ؟ هل تعلم هذا الأمر؟ ونجيب محفوظ يقول لولا سيد قطب لم يكن نجيب محفوظ، هو الذي شجعه. جميل جدا يا دكتور علاء، هذا لا أنكره عليك ولا على سيد قطب ولا على أحد. لكن حبذا لو بقي سيد قطب في أدبياته وفي عربيته. وأنا رجل أعجمي، يعني ربما لا أستطيع هذه العبارات، ما أفهمها، أنا رجل كردي يعني في النهاية. قد تتهمونني بسوء الفهم. هذا الرجل كتب في الشريعة، هذا الرجل كتب في العقيدة، هذا الرجل تجاوز حدوده، هذا الرجل كتب نصوص وأسس قواعد التكفير، وهذه القواعد لم أسمعها أنا منه، بل كتبه التي طبعها أخوه محمد قطب هي التي نشرت. الجماعة الشيطانية التي أسميها جماعة الإخوان المسلمين بقناعة النفسية التي أسميها جماعة الإخوان الشياطين هي التي تبنت هذه الكتب
وأصدرتها للعالم الإسلامي على أنه أفضل ما كتب في التفسير. دكتور علاء، اذهب وانظر إلى المجتمعات، في ظلال القرآن يعتبر قمة في التفسير عند البعض، ولذلك هنا الخطورة. لو بقي سيد قطب رجلا كتب محاورا للقرآن الكريم في الأدب، وهذا هو حده الطبيعي، كان جميلا. لكن اليوم ينظر إلى كتابه كأنه أفضل الكتب. في مجتمعنا العجمي كرديا أو تركيا، المشايخ يتفاخرون بين بعضهم. تسأل للشيخ وين وصل في العلم، بيقول لك وصل إلى الظلال. هو وصل إلى الظلال، وصل إلى القمة. في ظلال القرآن الكل كانوا يعرفون، ونحن عندما كنا يعني هلا أنا تلومني إذا حبيتك، هل يا الشرعية في ظلال القرآن ومعالم في الطريق كانت تعتبر الفياجرا الشرعية التي كانت تدرس أو تقرأ سريا، لأنها كانت تنمي فيك الغضب على المجتمع، تنمي فيك الغضب على الحكومات، تجعل منك ثائرا على كل من حولك. وهذه أنا رجل لا أكذب على سيد قطب، هذه كتبه طافحة. انظروا إلى معالم في الطريق، انظروا إلى في ظلال القرآن. لو وجدت نفسك يا دكتور علاء، وأنا رجل أعجمي، أنا لا أفقه اللغة العربية، اتهموني في لغة العربية، أتحداك يا دكتور علاء الدين أنا رشي، اقرأ في ظلال القرآن. إذا خرجت في ظلال القرآن أنك علاء آل رشي المقيم في ألمانيا أنك مسلم، أنا سوف أخلع العمامة ولن أتحدث في أي شيء. لكن بدي أسألك سؤال شيخ. أنا ليست هذه أسلوبي حقيقة، وأنا أعتذر يعني عن هذه الكلمة التحدي، لكن حتى أبين النقطة. يعني ارجعوا إلى الكتب. دكتورنا سؤال: هل إذا أحببتك أنا وتحدثت عنك ووضعتك أنك في مصاف يعني مبتغاي العلمي، هل يلام الشيخ مرشد أم يلام أني أنا قدستك إلى أن جعلتك الأيقونة؟ سيدي الفاضل سيد قطب، هناك مشكلة سأقولها لك. أول شيء، أنا موقفي من الإخوان المسلمين أنه حزب الإخفاقات، وأنا أراه أنه حزب يعني بدل أن يكون جزء من الحل أصبح جزءا من المشكلة. ولكن يا سيدي الكريم، سيد قطب مختلف تماما عن معاييرنا السياسية التي ينبغي أن نحتكم لها. كما أنت قلت أن هناك أسباب ورود وأسباب نزول، سيد قطب هو نفسه الذي كتب السلام العالمي والإسلام والتكافل، العدالة الاجتماعية والتصوير الفني ومشاهد القيامة في القرآن، هو الذي كتب المعالم، وكان يعذب ويضرب في السجن ويهان، حتى في مسلسل الجماعة وكنت أتابعه أنا وأصدرته الحكومة المصرية، يقول لك أن يعني وهم يأخذونه للإعدام كان معتدا بنفسه. وهذه لوثة عباس محمود العقاد، لأن عباس محمود العقاد أيضا كان رجلا معتدا بنفسه. ما أريد أن أقول لك يا سيدي الفاضل هو أنه الرجل نأتي إلى تفكيك سياقات كلامه وإعطائها الصفة المطلقة. سيدي الفاضل عندما يريد أحد أن دعني أقاطعك دكتور علاء، أرجوك دعني أقاطعك. يعني أنا سوف أتهم نفسي بحكم أنني كردي وليس عربي، فسوف أتهم نفسي وفهمي في اللغة العربية. سوف أقرأ لك وأتمنى منك وتشرح لي العبارة. سيد قطب يقول في كتابه معالم في الطريق في الصفحة 158 طبعة دار الشروق: نعم. ومن كفر بالله غني عن العالمين، والمسألة في حقيقتها مسألة كفر وإيمان، مسألة شرك وتوحيد، مسألة جاهلية وإسلام. وهذا ما ينبغي أن يكون واضحا، أن الناس ليسوا مسلمين كما يدعون، وهم يحيون حياة الجاهلية. وإذا كان فيهم من يحب أن يخدع نفسه مثل الشيخ مرشد، أو يخدع الآخرين مثل الدكتور علاء، فيعتقد أن الإسلام يمكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية، فله ذلك. نعم سيدي الفاضل، لست مكلفا أن أدافع عن عباراته. دكتور علاء، من المصائب، إذن شوف هذه النقطة هي المفصلية. من المصائب أن نقف دفاعا عن التراث، هنا المشكلة. يا رجل، التراث لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. التراث مليء من سيد قطب وما قبل. هنا المصيبة، عندما نقف ونحاول أن نبرر
يعني هو انا هو يعني هو فضيلة يعني اقول فضيلة لك ايضا الدكتور، نقطه، يعني فضيلة انت الدكتور، بدك أنا الناس كلها فقط تكون خريجي فضيلة. كليات شريعه، بدك الناس كلها تكون معهم دكتوراه حتى يفهموا كلام سيد قطب ويفهموا السياقات التي تحدث فيها سيد قطب والظلم الذي وقع على سيد قطب في السجن، ونحن نقر بهذا الظلم، لكن لا نقر بهذا الذي خرج من فم سيد قطب. انا من يعني حتى اوضح لك نقطه ايضا، انا من ضمن عملي الذي اعمل فيه في النرويج، انا موظف في دائره الاصلاح والتهذيب والاصلاح في السجون النرويجيه، فانا اعمل مع الدواعش، ووظيفتي مع الله يعينك، الدواعش في الله الحوار يعينك. والمراجعات. يعني يا اخي الناس ليسوا كلها خريجي كليات شريعه، والناس ليسوا كلها متخصصين. هناك أناس مثل الإخوان المسلمين هم من قدسوا سيد قطب، وإلى هذا اليوم لا يوجد تصريح صريح من قبل جماعة الإخوان المسلمين في نبذ ونقد أفكار سيد قطب في تكفير المجتمع، اللهم ما خرج من الدكتور يوسف القرضاوي فقط لا غير. نعم صحيح، الشيخ يوسف القرضاوي كتب ردا عليه. هذا هو الواقع. يعني نعم عدم صحيح. المؤاخذة، احنا لا نغرد خارج السرب، يعني عارفين نعم شو نعم. في طبخة يعني. نعم، هناك من يسأل، يقول لك يعني يريد أن يسمع رأيك في موضوع الإسلام وحق تقرير الشعوب مصيرها. نعم، يعني ما هي هذه النقطة، ما هي أيضا هذه هي النقطة التي ربما يرجع إليها الدواعش في تراثنا الإسلامي. نعم. عندما رسخنا في عقول الناس أن الإسلام دين ودولة، هذه هي النتيجة التي ظهرت. أنا لا أؤمن أن الإسلام جاء ليؤسس دولة، وإنما الدولة جاءت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كأمر واقع طبيعي جدا. عندما نكون مجموعة من الناس، مجتمع معين من الناس، أن نؤسس لهذا وننظم لهذه الأمور. وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة كان اختراعا وبدعة عند المجتمع العربي. فالمجتمع العربي لم يكن يعرف الدولة، بالعكس كان متمردا دائما على القانون، وكان متمردا دائما على التنظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسس ما يشبه الدولة بناء على ظروف أمر الواقع، ولا يوجد نصوص قرآنية أو نبوية صحيحة صريحة تبين لك أن نؤسس دولة. فعندما لا يوجد أساسا فكرة الدولة في الإسلام، بالتالي من أنت حتى تسيطر على مصائر الناس فتقرر مصائرهم؟ للناس كلهم أن يخترعوا قانونهم الذي يستطيع، أو شكل النظام الذي يستطيع أن يعيشوا فيه خارج الحكم أو الخلافة التي خدعنا بها، أو تحت كذبة تطبيق الشريعة. لا، هذه كذبة يا دكتور علاء. شرع الله على الرأس والعين ونحن نقدسه، لكن هذه الكلمة خرجت من الإخوان المسلمين ابتداء، ورددها كل الجماعات الإرهابية أنهم آتون لتطبيق الشريعة الإسلامية. هذا كذب ونفاق. هم لا يريدون تطبيق الشريعة، هم يريدون تطبيق فهمهم للشريعة، وهذا الفهم يختلف عن فهم الآخرين. هنا المصيبة. نحن خدعنا الناس، قلنا للناس نحن نريد تطبيق الشريعة. الشريعة لا تطبق أساسا إلا من خلال فهم. فإذا أنتم تريدون أن تطبقوا فهومكم للشريعة. دعني أقول أيضا، يعني اليوم إن شاء الله قريبا على أقرب فرصة نخلص من بشار الأسد وزمرته، وتعود سوريا حرة إن شاء الله قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكحل أعيننا بذلك اليوم. لنفترض يا دكتور علاء سوريا أصبحت حرة، تخلصنا من بشار الأسد وأزلامه، ونحن نريد أن نؤسس دولتنا السورية وفق طريقة الإسلام. نحن نريد أن نعين حاكما على سوريا وفق الشريعة الإسلامية. قل لي بربك ما هو المبدأ الشرعي حتى أنا أنتخب أو حتى أنا أضع رئيس لسوريا. النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يعين خليفة. مجموعة من المسلمين اختاروا سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر لم يفعل ما فعل الناس معه، بل عين الخليفة من بعده عمر بن الخطاب. سيدنا عمر فعل عكس سيدنا أبي بكر، فحصل الخلافة بين مجموعة من الناس، فحصل عثمان على الخلافة. قتل سيدنا عثمان، أصبح هناك فراغ سياسي، الناس ذهبت إلى سيدنا علي.
فبويع بالخلافة. سيدنا علي هو أول من جعل الوراثة في الخلافة عندما سلمها لابنه الحسن. بالله عليك قل لي، عندما نحرر سوريا كيف نعين حاكم سوريا؟ هل بالطريقة التي فعلها سيدنا أبو بكر، أم بالطريقة التي فعلها سيدنا عمر، أم بالطريقة التي بويع فيها سيدنا عثمان، أم بالطريقة التي بويع فيها سيدنا علي، أم بالطريقة التي بويع فيها سيدنا الحسن؟ بالله عليك، هل هي شريعة إسلامية؟ لا سيدي والله، الكريم، كلها سيدي تجارب بشرية. سيدي كلها الغالي، تجارب بشرية يا دكتور. وبالتالي هذه أمور يعني نحن حاولنا أن نلبس على الناس، وقلنا أنه لا يجوز أن يكون هناك حق تقرير المصير، وحق تقرير المصير سيكون هناك خرق للشمسية الإسلامية، وخرق للكيان الإسلامي، وخرق للأمة الإسلامية. هذا كذب، والتاريخ يشهد على ذلك. فضيلة الدكتور، دعني أخذ هذا الفاصل ثم أعود إليك، حتى يعني بالفعل أنت تعبت والله، يعني أنا أريدك أن ترتاح حتى نستمر يعني دقيقة. هذه أيضا فسوريا لن تكون سوريا مركزية كما كانت في السابق، والنظام لن يستطيع حكم سوريا كما كان سابقا. وضعنا يختلف عن وضع كردستان العراق، وضع السوري يختلف عن وضع العراقي، والوضع الكردي في سوريا أيضا يختلف، والمشروع الذي نطرحه أيضا يختلف. كان حري بالنظام السوري أن يقرأ المعادلة بشكل جيد وأن يستنبط العبر. النظام لم يحافظ على وحدة سوريا ولم يحافظ على سوريا. سوريا لن تعود كما كانت، والمشروع الذي نحن بصدده مشروع ديمقراطي. نحن نطرح مشروع الفيدرالية الديمقراطية، الفيدرالية التي تعتمد على الجغرافيا وليست على القوميات، ولا نسعى إلى تقسيم سوريا أو الانفصال عنها. سيدي الكريم، سامحني يعني أخذت هذا الفاصل فقط لكي يعني يستمع الإخوة. هناك بعض الأسئلة وجهوها لك مباشرة، منها يعني قال عن سيدنا موسى والخضر، هل هم كانوا من الأكراد؟ سيدنا موسى لم يكن كرديا قطعا، هذا كلام قطعا يعني. لكن نعم. الخضر لا يستطيع الجزم أنه كان كرديا، لكنه من المنطقة التي يشترك فيها الأكراد مع الآشوريين وغيرهم من الأمم، فاحتمال كردية الخضر قائمة، لكن الجزم بها لا يصح. نعم. يعني هناك أيضا سؤال آخر حتى لا يعني يكون الكلام كله متماسك لك. بارك الله فيكم. سؤال آخر، هذا من نوع من التقرير، يعني يقول: إذا لم يعد المسلمون إلى تنقيح وتقييم تراثهم واجتهادات مرجعيات شيوخهم بما يتماشى مع مقتضيات العصر، فسوف يخرج هؤلاء من التاريخ والجغرافيا. هذا ما يقول. لن يخرجوا من التاريخ والجغرافيا، سيعودون الكرة مرة أخرى، يعني كما حصل في التسعينات، في الثمانينات، في السبعينات، في الألفينات. بعد 10 سنوات سيكون هناك اسم آخر بنفس الفكرة، يعني الأسماء سوف تختلف، لكن الفكرة هي الفكرة وستعاود نفسها وستلد من جديد. نعم. عندما هو يصحح شعار باقية وتتمدد، هذا شعار ليس عبثي، وهذا الشعار موجود وأنا مقتنع به. نعم. هو يقول أقصد سيدنا يونس عفوا، يعني هو عوضا عن موسى، لأن في الفترة الأخيرة تمت إشاعة يعني فيديو لأخ مصري يتحدث فيه عن يعني قصة يونس وأنه كان كرديا نعم. وقوم. نعم. هل أنا إذا وصلت
أنا استمعت إذا قليل من هذا الكلام، يعني هو كان الفيديو يقارب الساعة وأكثر، يعني أنا لم أحتمل أكثر من 40 دقيقة في الاستماع صراحة، وبحكم كرديتي كنت متعطش لأنه أعرف أنه في هناك شيء ممكن يكون خافي علي يعني، فكنت متعطشا للاستماع، لكن لم أجد فيه ولا دليلا علميا، كله حكي. يعني المنطقة الجغرافية التي يتحدث فيها ليست منطقة كردية صافية حتى يستطيع الإنسان الجزم أن سيدنا يونس أو الخضر عليه السلام كانوا من الأكراد، فهذا كلام لا يثبت علميا، واحتمالية، لكن احتمالية، واحتمالية أن يكونوا من الآشوريين ومن الأقوام الأخرى البابليين، هذه أيضا احتمالية قائمة يعني. أما الجزم أنهم من الكرد هذا كلام أنا شخصيا لا أقتنع به. يعني أنا حقيقة تابعته أيضا، وأنا أؤكد ويعني أبصم لك بالعشرة بصحة كلامك، وأنا أيضا مدفوع بحقيقة لما قيل لي أن يعني يتحدث عن الكردية وعن النبي الكردي كذا. أنا بت أرى بصراحة، وهذا ما أريد والسؤال موجود، لماذا خرج الكثيرون من الكرد عن الإسلام أو على الإسلام؟ أنا أرى أن هناك أيضا تستثمر جهات أخرى بأنها كلما أرادت أن يعني تظهر وتتمظهر تأتي لتدعي أن الأكراد مظلومية، فيلصقونهم إما تهمة أو يجردونهم من فضيلة أو يزيدون عليهم ما ليس لهم يعني. أنا هذا ما أراه يعني من الأمر يعني باختصار. سيدي الفاضل، أيضا عمل لك صاير مثل خلافات الأحزاب. تحياتي لك. الأخ الأستاذ عادل يقول مساء الخف، ما رأي الشيخ مرشد في صحيح البخاري؟ الإمام البخاري يعني من كبار علماء أهل السنة والجماعة، والرجل هو مثله مثل أي عالم آخر اجتهد قدر الممكن في تقديم أفضل ما يمكن عنده، فهذا هو الحق في صحيح البخاري. لكن صحيح البخاري ليس هو الإسلام، وصحيح البخاري ليس هو صحيح الإسلام، وإنما هو صحيح البخاري. يعني هو الأحاديث التي صحت عند الإمام البخاري وفق الشروط التي وضعها البخاري نفسه، يعني حتى تكون النقطة واضحة. يعني إحنا أحيانا نلبس على الناس. الإمام البخاري ألف كتاب أو جمع أحاديث ضمن دفتين حسب قواعد هو التي وضعها، وهذه القواعد قواعد بشرية. الرجل اجتهد في تقديم أفضل ما عنده فقدم أفضل ما عنده، هذا من ناحية البخاري. نحن في الخارج ننظر إلى صحيح البخاري على أن فيه الكثير والكثير والكثير من الحق، وفيه أيضا شيء من الغث، هذا هو الحق. نعم، الله يبارك فيك. وأنت تعلم يعني لأنني لا أستطيع أن أنكر أن هناك أشياء وردت في صحيح البخاري يعني لا تتناسب مع الإسلام، لا يقبلها الإسلام، يرفضها الإسلام، سواء في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الصحيحة. فالبخاري هو رجل اجتهد، الرجل في تقديم أفضل ما لديه، وهو إن أصاب صاحب أجرين، وفي نقاط أخطأ فيها فهو صاحب أجر واحد لكنه أخطأ. لكن فضيلة الشيخ، أنت لا تترك الباب يعني مفتوحا لمن هب ودب حقيقة، لأن الأمر أيضا سيأتي صغار العقول ويتطرفون ويأخذون حديثا فيجعلونه تكفيريا، أو يأخذون حديثا فيجعلونه يعني تسهيليا. أنت تعلم أن موضوع التعامل مع الخزانة الحديثية لها شروطها ولها ضوابطها، وليست هي. وحتى البخاري تعرض لانتقادات كبيرة من العلماء، وهناك من قال. أنا فاهم هذه النقاط دكتور علاء، لكن لابد أن نؤسس لنقطة مهمة جدا. نعم. وهو أن الجهد الذي قدمه علماء الحديث ابتداء من البخاري ومسلم وقبلهم الإمام مالك وبعدهم الأئمة الآخرون هو جهد بشري. نعم. والقواعد التي اخترعوها أو ابتنوها لتصحيح الأحاديث هي قواعد بشرية،
وبالتالي ستجد أن هناك أحاديث صححت عند البخاري، هناك أيضا من العلماء من ضعفها. فعلى سبيل المثال حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هو حديث صححه الإمام البخاري، لكن الإمام الدارقطني وهو أيضا من كبار علماء الأحاديث شكك وضعف هذا الأحاديث وفي نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أحاديث موجودة في صحيح البخاري لا تعبر عن القرآن الكريم، تخالف السنة النبوية، تخالف القرآن الكريم. المشكلة أن العلماء الأحاديث أكثرية جهدهم كان في السند، يعني هم يعملون كثيرا في قضية السند، لكن في قضية المتن لم يعملوا كثيرا فيه، لأنهم اعتقدوا عندما يصح السند فليس هناك باب للمناقشة في المتن. لكن عندما تجد أن القرآن الكريم يتحدث عن الكتاب، عن القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا هو الإسلام. عندما يقول القرآن الكريم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، هذا هو الحق الذي نعتقده، وأن القرآن الذي موجود الآن بين أيدينا المطبوع في المصاحف من دفتيه هذا هو كلام الله وكتاب الله، والقرآن الكريم لا زائد فيه ولا ناقص. لكن عندما أذهب إلى صحيح البخاري وأجده أن يروي حديثا عن عائشة يتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسي بعض الأحاديث، أو عندما أذهب إلى صحيح بعض الآيات القرآنية، أو عندما أذهب إلى صحيح الإمام البخاري فأجده يروي عن ابن مسعود الصحابي الجليل أن المعوذتين ليستا من القرآن الكريم وأنه كان يحكهما من المصحف، قطعا هذا مرفوض مع أن السند الصح عند البخاري، فأنا أرفضه قطعا لأن الآية القرآنية هي التي تحكم. نعم. يسأل الدكتور عزيز سعدون يقول السلام عليكم، كلمة توجهها للشباب الكرد الذين يتهمون الإسلام بما وقع على الكرد من ظلم وحيف، وهذا اليوم للأسف يعني أنا أسمعه كثير، وعندي مشكلة أيضا صراحة، يعني بعض الإخوة لا يعلمون من الإسلام شيء، وإذا علموا الإسلام لا يتحدثون إلا بداعشية، أنا أسميها داعشية شحرور، الذي يضرب التراث بأكمله ويضرب السنة بأكملها ويتلاعب بالألفاظ وكذا وكذا وكذا. فيعني الآن هذا الملمح الذي لفت النظر إليه الدكتور عزيز يسأل يقول لك هل من كلمة توجهها للشباب الكرد الذين يتهمون الإسلام بما وقع على الكرد من ظلم وحيف؟ هذه أول شطر. نعم دكتور علاء، يعني هي الكلمة ربما تكون عامة، كما تحدثنا عن موضوع العنف وداعش، هي نفس الكلمة توجه إلى أبناء جلدة الكرد يعني، وهو كيفية النظر إلى التراث. الإسلام كدين كقرآن كريم وحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحدث لا بخير ولا بشر عن الكرد، يعني هو لم يقترب أساسا من قضية الكرد لا خيرا لا شرا، وإنما هناك قواعد عامة في الإسلام في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، أنه ينظر بعين الآية إلى اختلافات الناس في أعراقهم، في لغاتهم، في أجناسهم. الإسلام ما جاء ليمحي أعراق الناس. بنظرة بسيطة جدا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ستجد أن أبو بكر العربي يجلس إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إلى جانبه أيضا تجد صهيبا الرومي، وتجد بلالا الحبشي، وتجد سلمان الفارسي، وتجد جافان الكردي. وعلى مدى 1400 عام لا زال الإسلام والمسلمون يعرفون أن سلمان فارسية وصهيب رومي وبلال حبشي وجافان كردي. لو كان الإسلام جاء ليمحي لغات الناس ويمحي أعراق الناس ما كنا نعرف سلمان الفارسي بسلمان الفارسي، وكنا نقول أبي الإسلام لا أب لي سواه، وإنما هو سلمان بن محمد أو سلمان المسلم أو سلمان بن عبد الله على الأقل. يعني هذا كله لم يوجد. أيضا عندما تجد أن الإمام أبو حنيفة النعمان وهو من التابعين ومن أول من أسس المدارس الفقهية، عندما تجد أن في فقه
فقهه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمح وأذن لسلمان الفارسي أن يترجم سورة القرآن الفاتحة إلى اللغة الفارسية حتى يكون الأمم تستطيع التفاعل مع القرآن الكريم. تجد أن الإسلام ليست له مشكلة مع الكرد، مشكلة الكرد مع التراث، كما أن مشكلة المسلمين أجمعين مع التراث. مشكلتنا نحن الكرد مع إخواننا المسلمين سواء كانوا عرب أو ترك أو فرس عندما يمارسون ظلمهم باسم الإسلام، والإسلام من هذه الممارسات براء. على سبيل المثال دكتور علاء، عندما شن أردوغان حربه على عفرين، هذه الحرب الظالمة، هذه الحرب الجائرة، لو أن أردوغان شن حربه على عفرين تحت بند أنه أنا رجل تركي وأدافع عن تركيتي في وجه العرب السوريين وفي وجه الكرد السوريين، لربما كنت أتفهم هذه النقطة. لكن عندما لبس هذا الحرب بصور الإسلام وبصورة الفتح وبالتكبير في المساجد وبإظهار الصورة أنه يحارب الكرد المشركين الخونة الفجرة، هنا يعني من حق الكردي يعني أن يتألم، ومن حق الكردي أن ينقبض قلبه، ومن حق الكردي أن ينظر إلى نفسه أنه من أيتام المسلمين. للأسف الشديد دكتور علاء، يعني اليوم هناك جهود تبذل بالمليارات، وأنا يعني لدي تجارب، يعني ربما شاهد على بعض الأحداث، هناك تجارب بالمليارات لإدخال الناس في إفريقيا أو في أوروبا للإسلام. يا رجل، ما إحنا 50 مليون كردي مسلمين أساسا، نحتاج إلى بعض الرحمة منكم، نحتاج إلى إنصاف منكم، نحتاج إلى أن تتمثلوا بالقرآن وبالسنة ونحن مسلمين خالصين. اليوم هناك ردة عظمى كبيرة عند غالبية المجتمع الكردي، لأنه لا يرى أن الإسلام يحمي حقوقه، لأنه لا يرى الإسلام يدعم حقوقه. طبعا ستقول لي الإسلام ما تحدث، أنا أفهم هذه النقطة، لكن لا تنسى أنه رجل يقرأ في التاريخ وينظر إلى أن صدام حسين اسمه كان القائد المؤمن، وأن الرجل الذي كان يعني صاحب الحملة الإيمانية، وبشار الأسد وحافظ الأسد هو القائد المسلم السني. بشار قال عن نفسه أنه سني من آل البيت يعني. أو أردوغان اليوم يتمثل بحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو العمائم الموجودة في إيران الذين ينتسبون إلى مدرسة أهل البيت. فطبيعي أن يقول الكردي أنه الإسلام لا يخدمني، الإسلام جاء ليمحيني، الإسلام جاء ليذيبني ضمن المجتمعات. طبعا هذه كلمة غير صحيحة، غير صادقة، بدليل أن العرب استطاعوا من خلال الإسلام أن يؤسسوا دولة وأن يؤسسوا إمبراطوريات. الفرس أيضا من خلال الإسلام استطاعوا أن يبنوا إمبراطوريتهم من جديد. الترك استطاعوا من خلال الإسلام أن يؤسسوا إمبراطورية ويحكموا العالم الإسلامي 500-600 سنة. يعني إذن الإسلام ليس ضد القوميات، بدليل وجود القوميات الأخرى والتي استطاعت من خلال الإسلام أن تؤسس. لكن النقطة تكون عندما أجد أن المسلم أخي المسلم هو يشارك ويساهم قولا وتبريرا في الاعتداء على المجتمع المسلم، هذا المجتمع الكردي المسلم. هذه مصيبة كبيرة حقيقة، والمجتمع الكردي اليوم لا يوجد له أنصار في المجتمع الإسلامي، في المراجع الإسلامية للنظر في حقوقهم. الدول العربية يعني أكثر من 22 دولة وما مزقت الخيمة الإسلامية. العالم الإسلامي أكثر من 57 دولة إسلامية وما مزقت العباءة والغطاء الإسلامي. لكن عندما يقوم الكردي ويطالب بحقوقه، يطالب أن يتحدث بلغته، يطالب أن يعامل مثله مثل أخيه الإنسان، يا غيرة الدين ومزقة الإسلام. سؤال من فريز إبراهيم: هل دخلوا الكرد في الإسلام بالسيف في عهد خالد بن الوليد أم دخلوا الإسلام بإيمانهم وقناعتهم بهذا الدين الحنيف؟
أنا قناعتي أنهم دخلوا الإسلام قناعة وليس بالسيف، بدليل أننا بعد 1400 سنة المجتمع الكردي لا زال مجتمع مفتخر معتز بإسلامه، والذي يريد أن يرد علي لا يرد علي، يذهب إلى مدن وقرى كردستان لينظر إلى أهلها الذين يملؤون المساجد ويتعبدون الله. لو كنا يعني أناسا دخلنا في دين الإسلام بالقوة ما بقينا في هذا الدين الذي لا نحبه أو لا نرغبه أو أرغمنا عليه 1400 عام. يعني هذه كذبة الناس تحاول أن تروج لها داخل المجتمع الكردي، وربما لهم غايات يعني، لكن الحقيقة التي يعني نصل إليها من خلال الدراسات أن المجتمع الكردي دخل إلى الإسلام رغبة من عنده، ونفتخر بإسلامنا. أنا أثني على كلامك، وهذا ما قرأته من تحقيق للمرويات المتعلقة بدخول الإسلام إلى المناطق الكردية. قيل للخلفاء وعمر بن الخطاب تحديدا، قيل له إن هذا الشعب شعب مقاتل، نقترح أن ندخل معهم بمفاوضات. وكان الشعب الكردي يرى نفسه أنه مبتز من قبل القوى السياسية التي كانت في ذلك الزمن، فانضم، وكانت القيادات في المناطق الكردية لأهلها. يذكر الأستاذ عادل علي يقول: أكثر أهل الجنة النساء والبلهاء. صحيح البخاري. لا أعتقد أن هذا الكلام موجود في البخاري ومسلم، أنا قرأته من ألفه إلى يائه، لا أعتقد. لكن أنت لكم تعليقكم سيدي الكريم. ليس لي تعليق، يعني احنا تحدثنا في هذه النقاط. يعني عندما ننظر إلى صحيح البخاري أنها هي الناطق باسم الإسلام وأنها هي السنة الصحيحة، عندنا إشكالية. أنا لا أنظر بهذا المنظار. صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم علماء كبار، هم أئمتنا، هم علماءنا، لهم علينا حق الحب والاحترام، لكن أيضا لهم علينا حق الإنصاف، أنهم بشر يصيبون ويخطئون. نعم يا سيدي الكريم. يعني يسأل: ماذا عن المعارك بين العرب والساسانيين الكرد؟ المعارك التي حصلت هي معارك، يعني لو نظرنا إليها، وهي كانت أكثريتها في زمن سيدنا عمر ابن الخطاب، هي كانت معارك دفاعية. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، أنا شخصيا هناك طبعا يعني دراسات تاريخية أنه هل كان الساسانيين هم كردا أم فرسا، يعني هذا أيضا من النقاط التي نعم. يجب أن تناقش. نعم صحيح. سؤال: هل شرب، ما بعرف يعني، هل شرب بول البعير حلال؟ ما بعرف يعني. شيخ، هل تستطيع أن تتكلم لنا عن سورة الأنفال من فضلك؟ يعني أعتذر دكتور علاء لا ندخل في هذه التفاصيل، باعتبار أجدها يعني حقيقة كأنه أسئلة هيك يعني ما لها هدف. أنا أؤمن ليست سورة الأنفال، كل آيات القرآن ابتداء من الفاتحة المبتدئة بالحمد لله رب العالمين، والمنتهية بسورة الناس قل أعوذ برب الناس، كل الآيات التي تتحدث فيها عن القتال وعن الجهاد، إما أنها تتحدث عن قتال الدفاع، وهذا حق واجب، كما قال الشاعر المسيحي: إذا ما رمت رفع الظلم فدع يسوعا وخذ بسيف محمد. ترى ماني رجل سلام 100%، يعني مشان ما يخدعكم هذا المنظر. أنا مع القوة عندما تستلزم، وعندما يكون هناك دفاع عن الحقوق لابد من السيف أن يعمل. هذا كلام أنا ماني كثير رجل سلام يعني، حتى ولذلك يا شيخنا مرشد، عندما كنت في دمشق قبل 30 سنة يعني مع الشيخ كريم راجح، فسألته، قلت له: فضيلة شيخنا أمرت أن أقاتل الناس. قلت له: مو داخلي بعقلي، مو راكبة بعقلي أبدا. أم قال لي: أمرت أن أقاتل الناس، هذا مفاعلة ليس ابتدائية، وهو رد عدوان. أمرت أن أقاتل من قاتلني وليس أن أبتدئ بالقتال، فأنا لم أؤمر بأن أقتل الناس، وإنما أن أقاتل من قاتلني.
تأكيدا على كلامك. هكذا يعني كانت. هو جميل، تفسير جميل للحديث، علما أن الإمام الدارقطني طعن في نسبة هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، والإمام البخاري صحح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا لا أؤمن بشيء اسمه جهاد الطلب الموجودة بكل كتاب في كتب التراث. في كل كتب الفقه نحن درسنا جهاد الطلب، وهذا بالمناسبة موجود في كتاب الفقه المنهجي الذي يدرس في معاهد ومدارس وزارة الأوقاف السورية. أنا لا أؤمن بهذا الأمر ولا أجد عليه دليلا، وأجد أنه مخترع يعني، والشواهد والإثباتات على ذلك موجودة. الذي يوجد في القرآن الكريم سواء كان في سورة الأنفال أو في سورة التوبة أو في كل القرآن الكريم هي آيات تتحدث عن دفع الظلم ونصرة المظلومين. نعم، كان الاتفاق بيني وبين فضيلة الدكتور أن الحديث لن يتجاوز الساعة والساعة ونصف. والله حديث يعني حديث ممتع وحديث جميل وحديث متوازن وصاحب علم وعمامة بيضاء، يعني له عزة بإسلامه وله عزة بقضيته وله دفاع عن حقوقه. يعني الأمور التي حقيقة يعني كان هناك سؤال أيضا عن أمنا عائشة يا دكتور علاء. نعم صحيح. نعم، ما موقفكم من السيدة عائشة؟ هكذا مباشرة، لا أريد أن أطيل وأريد أن أستمع منك. هي الناس تريد أن تتخيل الأمور من عند نفسها. ربما أحدهم باعتبار يوجد عند بعض السادة الصوفية مبدأ العمل بالرؤية، فربما رأى رؤيا رآني أشتم فيه السيدة عائشة. يعني معاذ الله، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، حبيبة حبيب رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، كانت أحب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. عندما جاء الصحابي ليسأل رسول الله: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ فقال: أبوها. عائشة أم المؤمنين التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة رضي الله تعالى عنها التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة رضي الله تعالى عنها التي جاء جبريل ويسلم عليها كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل يقرئك السلام، فقال: يا رسول الله، ترى ما لا أرى. عائشة رضي الله تعالى عنها التي مات حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في سريرها بين نحرها. عائشة رضي الله تعالى عنها هي المرأة الوحيدة التي نزل الوحي على حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في فراشها. عائشة أمي وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. تخيل لبعض الناس أنني شتمت أم المؤمنين، أعوذ بالله من هذه الكلمة، أحاججهم أمام الله عز وجل أن يأتوا بمقطع فيديو، بمقطع صوتي، بكتابة لي، بمقال لي أنني تحدثت عن أمي عائشة رضي الله تعالى عنها. أنا شخصيا من محبي عقل وفكر وفقه أم المؤمنين عائشة، وأنا بالمناسبة رسالتي في الدكتوراه فقه أم المؤمنين عائشة في الزواج والطلاق والرضاعة، رضي الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة وعن أبيها. الله يبارك فيك. يعني لاحظوا الماكينة الإعلامية، وقد تكون من أبناء جلدتنا ككرد، نحن ككرد من يأتي ليتطوع، ولكن أنا أسميها المفرقعات الإعلامية والتشهير من أجل الشهرة. الشيخ مرشد كان يتحدث بلغة علمية متوازنة. ربما أنا أقول لكم وبصراحة كاملة أغبطه على أنه صريح وجريء ومتوافق مع نفسه، لا يخفي شيء، وهذه ملمحة وهذه يعني إضاءة في مشروع رجل في سنه وقوادم الأيام، ربي يفسح له في عمره بحبوحة أكثر وأكثر، أن يكون على هذا التوازن وهذه الجرأة. هذا شيء جيد جدا. ما أنا بصفتي يعني الشخصية ما أتوجه إلى شعبنا الكردي
هو أن يتوازن كتوازن هذا الرجل العالم. لاحظوا أنتم أنه رغم وضعه ضوابط علمية ورفض التقديس إلا أنه لم يتهاون ولم يتجاهل ولم ينتقص أحد، وحق النقد مكفول، أما الانتقاص فهو شأن الجهال وعامة الناس. الشيخ مرشد حقيقة كان متألق في الساعتين، والله أنا مشفق عليه، ولكن هذول المشايخ بيخوفوا، بتعرف بسم الله حولهم حواليهم بيجيهم مدد. يعني أنا كنت مفكر ساعة فصرنا ساعتين وربع. الله يقويه بارك الله فيك، ويحفظه بارك الله فيك دكتور ويمد علاء، بعمره فضلت علينا. وربي يعطيك الصحة والعافية. أشكر الأخوات والإخوة الذين كانوا معنا، والشكر أيضا لفضيلة الدكتور مرشد ابن الشهيد معشوق الخزنوي على هذه الذخيرة العلمية وعلى هذه الدرر وهذه التحف وهذه الإطلالة وهذه الجرأة. النقاط على الحروف وضعها ضد بشار مع التجديد، ضد داعش، ضد الإخوان المسلمين، ضد التنظيمات المتطرفة، ضد تقديس التراث. ليس واضح في مشروعه. نحن ما نحتاجه، ومع هذا كله هو معتدل، لا يقبل أن يجعل من حقه سورا يقذف من خلاله الآخرين بمنجنيقات وبنيران ليحرقهم. أنا هذه قناعتي به، والآن أنا أستمع. وبالمناسبة أقول لكم شيء وأمام الله، أنا ربما أضع بعض النقاط على بعض ما قاله شيخنا الشيخ مرشد، ولكن حقيقة أنا أشعر بزهو وباعتزاز عندما يكون الرجل واضح في ملامح فكره لا يداري. نعم، أنا أيضا أقرأ التراث، وأنا ابن المؤسسات التراثية العلمية ودرست على كبار المشايخ، وأنا أعرف أن هناك طامات، لكن أنا رأيي أني لا أنطلق حقيقة من فكرة التشهير بالتراث، وإنما من فكرة ثانية، أن عندنا تراث جميل، منهم الشيخ معشوق، هذا من التراث الإسلامي، منهم من الشيخ مرشد، هذا من التراث الإسلامي، أحمد خاني من التراث الإسلامي، محمد سعيد رمضان البوطي من التراث الإسلامي، الشيخ أحمد كفتارو من التراث الإسلامي، الشيخ محب الدين الخطيب، كذا كذا، أسماء كبيرة جدا، وربما مع هذا لا نسلم لهم بمواقفهم المطلقة وننتقدهم. الشكر الجزيل لفضيلة الشيخ مرشد، والشكر لكم الأخوة والأخوات. وهناك لقاء آخر، ولكن سيكون له طابع آخر مع السيد الدار خليل في حوار قادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ألتقي بكم وأوجه الشكر مرة ثانية وثالثة لأخي وشيخي وأستاذي الحبيب الشيخ مرشد حفظه الله، وكلمة الختام له. دكتور علاء، جزاك الله خير، بارك الله فيك، فضلت على رأسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمك وفي عمرك، ويعني حقيقة أسعدني هذا الحوار لتبيان بعض الأمور. أنا أريد أن أقول لمشايخي يعني أو أحبتي أصدقائي زملائي، طبعا بالمناسبة دكتور علاء يعني اتصل بي الكثير من الإخوة يعني يطلبون عدم الظهور في هذا الحوار بصراحة، وكان المنطلق أنه ربما يؤثر هذا الأمر على يعني بعض الشباب الذي هو على حافة ترك الدين، يعني أنه ربما هذا الأمر يبسط من الوازع الديني. ولكن قناعتي أن نكون واضحين مع أنفسنا، يعني أن لا أمارس شيء يعني من النفاق. هذه حقيقتي، هذه قناعاتي. أنا أريد أن أقول لكل الأصدقاء، أنا رجل مسلم، أنا رجل من أهل السنة. قناعتي أن هذا التراث هو تراثي، لكن هذا التراث لا أنظر إليه بقدسية كما قلت دكتور علاء، وأنا أفتش فيه، وقد أكون في أسلوبي أو في أدواتي أيضا مخطئا، يعني طبيعي جدا باعتباري بشرا. يمكن لكل الأصدقاء، لكل الأحبة، لمشايخي، لأساتذتي أن ينصحوني بالنقاش العلمي حتى أقتنع. أما قضية أنه لا تفعلها وخليها مخبة لا تحكي في الأمور هذه في العلن ولا تعمل بلبلة لا، هذه الأمور حقيقة لم تعد تقنعني. أنا لا أعيش في أجوائكم، لربما أجواءكم وبيئاتكم التي أنتم تعيشون فيها تساعدكم هذه المبررات. أنا أعيش في مجتمع أوروبي، أنا أعيش في مجتمع أخالط فيه كثير من الحركات الإسلامية، من المذاهب الإسلامية، أيضا أخالط فيه غير المسلمين. فالأدوات التي أنا أتعامل بها ربما تختلف كثيرا من أدواتكم، لكن أنا طالب علم أضع كل علمي أمام الدليل. متى ما قدمتم الدليل لي بقال الله وقال رسوله
فلا رأي لي وأنزل رأسي تحت أمر الله ورسوله. أما قال الشيخ فلان والشيخ علتان فلا تأخذونه يعني. الله يبارك بعمرك. الإخوة والأخوات، بالنسبة للأسئلة ذات الطابع الشخصي، من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وبشره الجنة فليفرح إذا كان هذا الأمر، والله يهنيه بهالرؤية هي. والشيخ يعني كان يتحدث بقضايا ذات طابع مفصلي، سواء كان على مستوى التفكير أو على آلية التطبيق المنهجي للتعامل مع التراث، أو على مسائل عملية طرحها، أو على مسائل تصورية حتى في الجانب السياسي طرحها يعني أطروحات. فأنا أعتذر يعني من بعض الأسئلة ذات الطابع، وأنا أيضا أشد على يدي الشيخ، ولكن أنا من باب الأمانة ولا أرى أني أعمل، لا أحب لا تنظيمات سرية ولا الخفاء، كنت أعرض له بعض الأسئلة التي وردت، ولكن والله قلبي عم ينغصني، يعني ما لي مؤمن أني أحط له إياها، لكن ما أستطيع أنا حتى لا يقال أنه كنا عم نخفي شيء. لكن مع احترامي يعني لبعض الأسئلة يلزمها بعض الدراية وفي غير هذا السياق. بالنسبة للشيخ مرشد كان واضحا، وحقيقة يعني أنا أريد فقط أن أختم بكلمة. الشيخ مرشد كثير من كلامه ذكره الأستاذ الدكتور عبد الحليم أبو شقة في كتابه نقد العقل المسلم، وتحدث أيضا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كلام قريب كثير جدا من هذا الكلام، والشيخ يوسف القرضاوي أيضا جدد في جوانب كثيرة، والشيخ حسن الترابي، والشيخ الصادق عرجون، ومحمد عزة الدروزة، وإسماعيل الفاروقي، والقائمة كبيرة. وهذا الرجل الذي أمامكم وأنتم تشاهدونه مهما حاول أن يتبرأ أو أقول لكم بصراحة أن يقول أنه متحرر، فله مرجعية موضوعية إصلاحية هو ينتمي إليها ويعتز بها، وهو يؤكد عليها بين الحين والآخر، ويقول لكم أنا مسلم وسني وأعتز بإسلاميتي. لأنه بكرة بيجينا واحد مخربط نعسان بيقطعنا مقطع صغير من كلامه، شوفوا الشيخ مرشد شو كان عم يحكي. بطلوا لنا هالعادات رجاء، يعني خلونا هيك شوي نتعامل. اي والله ارجوكم يعني بطلونا، لانه معيب. وبعدين انصح نفسي اولا، يا اخي اللي ماله كبير ماله تدبير. يا جماعه هذا رجل الدكتور البوطي، شيخنا الدكتور البوطي عليه رحمه الله كان يقول اذا كنت ناقلا فالصحه، واذا كنت مدعيا فالدليل. نعم، يعني الشيخ مرشد حقيقه من قامات الكرد، لا يليق حتى لو أنا لا أقدسه، لكن يا أخي في مجال أدب الحوار لا يمكن كأنه أن تملك جوالا أصبحت أن تملك حق النقد والانتقاص. اسألوا هذا الرجل الذي أمامكم حتى وصل إلى هذه الخلاصة كم من الكتب قرأ، ليست منشورات فيسبوكية ولا كم خطبة ولا كذا. هذا الرجل قال لكم أرسلني والدي إلى مدرسة مغايرة تماما لمدرسته الفكرية، وجلست أستمع 180 درجة مختلفة عن التربية. أريد فقط يعني أن نكون بالفعل نوع من الصادقين فيما بيننا والمقدرين لقاماتنا. شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور مرشد، والشكر للأخوة والأخوات الذين كانوا معنا، ونلتقي بكم في لقاء قادم. أشكركم شكرا جزيلا. شكرا لك يا سيدي الكريم، شكرا لك، وألقاكم على خير يا سيدي الكريم. فسوريا لن تكون سوريا مركزية كما كانت في السابق، والنظام لن يستطيع حكم سوريا كما كان سابقا. وضعنا يختلف عن وضع كردستان العراق، وضع السوري يختلف عن وضع العراقي، والوضع الكردي في سوريا أيضا يختلف، والمشروع الذي نطرحه أيضا يختلف. كان حري بالنظام السوري أن يقرأ المعادلة بشكل جيد وأن يستنبط العبر. النظام لم يحافظ على وحدة سوريا ولم يحافظ على سوريا. سوريا لن تعود كما كانت، والمشروع الذي نحن بصدده مشروع ديمقراطي. نحن نطرح مشروع الفيدرالية الديمقراطية، الفيدرالية التي تعتمد على الجغرافيا وليست على القوميات، ولا نسعى إلى تقسيم سوريا أو الانفصال عنها.